لو خيروك انك تبقى رجل اعمال وتراهن بشركاتك وملايينك على فوز مقاتل قوي تبعك، وما بين ان انت تخاطر بحياتك للفوز كمقاتل بعضلات قلبه مات وبيحول اي حد قدامه لفتات، تراهن بانهي؟ حياتك كمقاتل ولا شركاتك وثروتك كرجل اعمال؟ شايفك يا محنك اللي بتقول الرهان حرام، والصراحه معاك حق، بس خلينا نشوف. في منطقه كابو كيتشو بيلاحظ راجل عجوز اتنين داخل ممر، ففضوله بيخليه يراقبهم وبيلاقي معركه ما بينهم على وشك انها تبدا. بيقول الراجل الضخم اللي اصغر حجم منه انه مجنون وهيخسر عشان بيتحداه في القتال، وهو مش شايف فرق الاجسام ما بينهم ومدى قوته، فبيستفزه تاني وبيقول له وريني قوتك لو شايف انك اقوى مني. وبيراقبهم العجوز بخوف لانه متوقع ان الفايز باين من اولها. بيتحرك الضخم بسرعه وبيحاول يضرب تاني ولكن بيتفاداه، وبيدوس الضخم على ازاز وبيشوطه بس بيبعده التاني عن وشه وبيتجرح جرح بسيط منه، وبيجي الضخم يدهسه برجله بس الحيطه بتتكسر وبيتفادى تاني الضربه وبيبتسم وهو بيقول له كنت متوقع انك لابس بوت مصفح بالحديد. بيرد الضخم بكفايه هروب مني، وزي ما كنت شجاع وتحدتني وريني قوتك وهاجمني. وفي لحظتها بيديله تاني بوكس في وشه بيرجعه لورا، فبيتعصب الضخم وبيهجم عليه ولكن بيوقعه التاني بشلوت. ما بيستسلمش الضخم وبيحاول يهجم بدراعه لكن بيكسره له، والزياده عليه بيكسر كتفه كمان. بيقع الضخم من الالم بس لسه مصر، فبيخلص عليه تاني بضربات متتاليه لحد ما بيقع وبيغمى عليه. بينبهر العجوز بالنتيجه غير المتوقعه دي، ومن قوه حماسه بيسال الفايز عن اسمه، فبيرد توكيتا اوما. وانت اسمك ايه؟ فبيستغرب العجوز ازاي شخص عظيم زي ده يهتم باسم كائن خسيس زيي، بس بيرد ياماشيتا كازو. فبيساله اوما انت كمان عايز تعاركني؟ بيتنفس كازو بصعوبه وهو بيفكر ليه هو فاكرني كسبان حياتي بكيس شيبسي عشان اتحداه، وبيرد بلا وبيقع على الارض من الرعب بعد ما اوما بيمشي. في شركه نوجي للنشر بيهزق المدير كازو على تاخيره في تسليم شغله، وبيفضل كازو منحني ليه وهو بيعتذر، بينما من جواه بيشتم فيه انه داخل الشركه بواسطه وبيرمي شغله كله عليه. وبيفكر لو كان قوي زي اوما كان زمانه دمر كل خليه من خلايا مديره. بيقاطعهم المدير الاعلى وبيطلب من كازو وهو مرعوب يروح لشخص مهم عايزه، وبيطلع الشخص المهم هو نوجي هيديكي رئيس مجلس اداره مجموعه نوجي. فبيتوتر كازو وبيفكر ايه اسوأ حاجه ممكن يكون عملها في حياته لدرجه ان رئيس الشركه كلها يطلب انه يقابل حته موظف بسيط في فرع من فروعه. بيساله نوجي ايه هي افضل طريقه لحل النزاعات، وما بيستناش منه اجابه، وبيكمل ان العنف هو افضل طريقه بس لازم يكون عنف بحدود، لان العنف بدون حدود هينتج عنه طغيان. وان سنه 1715 رغم كونها فتره سلام لكن كان في نزاعات بين التجار عشان يحصلوا على ميزه انهم يكونوا من تجار البلاط الامبراطوري، واستخدموا كل انواع العنف للتخلص من منافسيهم لحد ما خرج الموضوع عن السيطره تماما. ساعتها قام الشوجن السابع بتنظيم العنف عن طريق منافسات قتاليه ثنائيه من غير اسلحه، وكان التجار بيستاجروا مقاتلين نيابه عنهم. ومع مرور الوقت اتحول العنف المنظم لفن قتال، وواحد من المنظمه دي كان من اجدادي ومجموعه نوجي مدينه ليه. بيظهر على وش كازو رياكشن اما قصه عبره بصحيح ماليش علاقه بيها بس عبره بصحيح. فبيفهم نوجي وبيوضح له ان تنظيم القتال لسه موجود لحد دلوقتي، وان وضع امالك كلها على قبضه المقاتل هو ده معنى مباريات كينجان اللي هننظمها بعد ايام عشان بنتنازع مع شركات تانيه على حق معين. المقاتل اللي عيناه اتصاب بس مقاتل تاني رشح نفسه ووافقنا عليه. بيدخل اوما من الباب وبيتفاجئ كازو من الصدفه البحته دي، فبيقول له هيديكي مهمتك انك تعتني بيه. بتسال السكرتيره كايدي الرئيس عن تعيينه لاوما، فبيقول لها انه وافق عشان مفيش كتير قدروا يتغلبوا على كومادا المصاب. بتساله طب اشمعنى عينت كازو وفي كتير احسن منه؟ فبيراوغ الاجابه وبيقول لها انه كان مجرد اختيار عشوائي. تاني يوم بيحضر كازو الفطار لابنه العشريني كينزو اللي عزل نفسه عن الناس من ايام الاعداديه، واخر مره كازو شاف فيها وش ابنه كانت من 3 سنين. اما ابنه الصغير هرب من الثانويه ومقضي حياته مع اصحاب السوق وبيرجع البيت يسرق فلوس ويمشي. اما مراته فهربت من البيت من 10 سنين من غير ما يعرف السبب، مش بتبقي له حاجه الا بيته اللي هيفضل يسدد في قرضه لمده 15 سنه. بيروح كازو لبيت اوما وما بيبقاش مصدق هو ازاي عايش في بيت مهجور بالمنظر ده، وبيدخله وبيترعب باوما وهو متلطخ دم وبيقع من الخضه، بس بيفهمه اوما ان ده دم الخنزير اللي قتله. بيبص كازو وراه يلاقي الخنزير مذبوح فبيصوت من المنظر. بعدها بشويه بيدخل عليهم 2 مقاتلين فجاه، وواحد منهم بيكون ملاكم روسي اسمه ايفان كريف. بيهاجموا ايفان ببوكس ورا تاني بس بيتفاداهم اوما بسهوله لحد ما بيرفع رجله عشان يضربه، بس بيقضي اوما عليه في ثانيه ويضربه تحت الحزام ويقول له انت ركزت على الهجوم ونسيت تدافع. وبيبص للتاني وبيساله عايز تعاركني انت كمان؟ بيقرب منه بس بيوقفه ايفان وبيقول له ما تتدخلش في قتالنا، فبيعوره التاني في شرايينه وبيموت في ساعتها. بيعرف المقاتل بنفسه وبيقول له اسمي ليهيتو وهكون خصمك المباراه اللي جايه، وبالنسبه لاسمي الحقيقي فمش هقوله لك دلوقتي. بيجي يوم المباراه وبيرحب الرئيس يوشتاكي بالرئيس نوجي، وبيسال كازو السكرتيره عن رهان المباراه، فبتقول له انهم بيراهنوا على مشروع هيكلف 100 مليار ين. بيتصدم كازو من ارقام الطبقات الارستقراطيه اللي بيراهنوا بيها على قتال شخصين. بيوصلوا لمكان المعركه وبيسال كازو الرئيس مين الاشخاص الموجودين دول كلهم، فبيقول له دول اعضاء منظمه كينجان وكلهم رؤساء شركات وبيجوا يرفهوا عن نفسهم ويراهنوا على الفايز. بتساله كيدي مش كنا نقول لاوما على سلاح لهيتو السري بدل ما يخسر؟ بيرد انه قاصد عشان يختبر قوه اوما. بيبدا القتال بس محدش فيهم بيتحرك لانهم بيستعدوا عن طريق المراقبه ونقل الوزن واتخاذ الوضعيات المناسبه بحيث كل واحد
واحد فيهم مستني اللحظه الصح للهجوم، ومع نزول نقطه الميه بيتحركوا هما الاثنين ناحيه بعض، بس اوما بيكون اسرع وبيسدد ضربه في وش ليهيتو اللي بيضربه هو كمان، بس بيصدها اوما وبيتفادى باقي هجماته. بعدين بيهجم عليه برجله وبيطيره وبيكمل عليه بركبته وبيلطش فيه لحد ما وش ليهيتو بيتملي دم، بس فجاه بيتجرح دراع اوما وجزء من صدره. بيتفاجئ اوما وبيقول له انت قطعت من اللحم باطراف صوابعك. بيتفرج الرئيس يوشتاكي وبيشرح ان في 3 انواع من قوه القبضه، الاولى هي قوه السحق، وتانية قوه الامساك، والاخيره قوه القرص اللي موجوده عند ليهيتو وبتتخطى البشر بحيث يقدر يخترق اي حاجه سواء كان لحم او عظم، واسم قدرته نصل السكين. الجماهير بتشجع ليهيتو لاستخدامه نصل السكين، فبيدرك اوما انهم عارفين قدرته وان الرئيس نوجي قاصد ما يقولوش عنها، وبيهجم ليهيتو على اوما بقدرته لدرجه النزيف من كل حته، فبيضربه برجله في وشه بس بيصدها ليهيتو وبيجرحه بنصل السكين وبيقول له ما انت طلعت شطور وبتحمي وترك مني اهو يا انسان. بيستغرب اوما الكلمه وبيساله انا انسان وانت حيوان يعني ولا ايه؟ رد انا خارق من صغري، وما كان عندي 11 سنه كسرت عمله معدنيه بايدي من غير اي صعوبه، فقوتي فوق كل البشر، وانت جامد انك بتواجه شخص خارق زيي، فهكافئك واقول لك اسمي الحقيقي وهو ناكاتا ايتشيرو. بيقول له اوما اسمك جميل ليه غيرته؟ رد عشان الابطال الخارقين ما بيستخدموش اساميهم الحقيقيه، وكوني انسان خارق فليهيتو معناها الراجل اللي بيتخطى المبادئ الانسانيه. بيستهزأ اوما بكلامه وبيقول له واحد زيك مش هيعرف يتجاوز البشر اساسا. بيرد ليهيتو بتتكلم في ايه وانت عاجز قدام نصل السكين؟ بيقرب منه اوما جامد وبيقول له لقيت طريقه ادمر نصلك بيها. بيعترض ليهيتو على المسافه اللي بينهم وبيقول له ابعد يابا في كورونا منتشره، بس ما بيبعدش، فبيرفع ليهيتو ايده عشان يتخلص منه لكن بيصدها اوما بكفه، ومهما كافح ليهيتو بتحريك ايده بيفضل صاددها اوما، وبيعجز ليهيتو قدامه لان نصل السكين محتاج مسافه يقدر يستخدمه فيها. بيحرك ليهيتو ايده الثانيه ويصدها اوما برضه وبيقول له هتعمل ايه دلوقتي؟ بقيت مجرد انسان عادي صح؟ فبيحاول يضغط ليهيتو بكفه عليه لكن بيديله اوما برجله في وشه وبوكس في دقنه، بس بيحاول ليهيتو بكفه مره اخيره بس بيصده اوما وبيضغط عليه، فبتتوزع القوه المتدفقه في جسم ليهيتو وبيفقد سيطرته ويقع وبيدوس اوما على وشه ويفوز. بيحتفلوا بالفوز مع كيدي اللي بتقول لاوما ان في 1205 مقاتل في مباريات كينجان ومنهم مقاتلين جامدين بيخسروا حياتهم قدام تعويض عادي بالفلوس، فاللي بيدخلوا العالم ده يا اما بيحبوا المخاطره والقتال يا اما في هدف محدد. انت ايه هدفك؟ بيرد سببي هو القتال بكل بساطه، عايز اعارك اقوى حد. بتساله انت عارف انك بتخاطر بحياتك؟ رد مستحيل اني اخسر او اموت، وبيفكر من جواه ان اكيد الشخص اللي عايزه موجود في المباراه. في جامعه كواو للبنات بيتقتل فاحص المقاتلين وراسه ملفوفه عكس جسمه. بتساله الرئيسه شيون سيريون عن قتل الموجودين كلهم عشان يروج لنفسه في مباريات كينجان. قال لها لا، سمعت ان صاحب قديم ليا مشترك فيها وكان ما بيننا سوء تفاهم فعايزه اقابله. بتوافق شيون تعينه المقاتل وبيقول لها اسمي كيريو سيتسونا. في شركه نوجي بيراهن الرئيس ب50 مليار ين على تنفيذه لفكره، وبيحط امله على اوما انه يفوز قدام مقاتل فاز 57 مباراه من غير خساره واحده. بتبدا المباراه تانية في جراج والمقاتلين هم اوما وجون تبع شركه جانداي، وبيحذر اوما انه مصارع محترف ومش زي العيال الخرع اللي كان بيتعارك معاهم. بيضحك اوما ومجرد ما بيعلن الحكم بدايه المباراه بيهجم ببوكس في وش جون وبيضربه ضربات متتاليه، بس بيمسك جون دراعه وبيرزعه على الارض وبيدوس برجله بس بيتفاداها اوما. بيكملوا ضرب وصد لحد ما بيشوطوا جون برجله يوقعه وبيقول له مارس حقك بالكامل. بيستغرب اوما وبيساله عن قصده فبيقول له انتوا ليكم الحق في الهروب من الالم بتفادي الهجمات وصدها، لكن احنا المصارعين المحترفين لينا واجب وهو مواجهه اي سلاح او هجمات، فمارس حقك وانا همارس واجبي. بيقرب منه اوما وفجاه بيقرصه وبيتقلب جون وبيبعد ايده، فبيضحك اوما وبيقول له انت هربت دلوقتي من الالم وما اديتش واجبك. بيتنرفز جون وبيمسك كتفه بايد عشان يضربه بالثانيه بس بيتحرك اوما وبيفضل جون يلف حوالين نفسه لحد ما بيضربه اوما برجله وبيكمل تلطيش فيه، بس بيمسك جون جسمه كله وبيهبده على الارض جامد وبيتشقلب بيه شقلبتين ورا بعض وبيغمى على اوما، بس جون مكمل ضرب فيه. بيسمع كازو واحد جنبه اسمه كين بيقول له اوما يستسلم قبل ما يتقتل، فبيتعصب وبيقول له انا واثق ان اوما هيفوز. بيرد هيفوز ايه؟ انت مش شايف بيتبهدل ازاي؟ بيبص كازو وبيلاقي جون هيكسر ظهر اوما اللي بيكون جوه عقله الباطن، وبيفوق فجاه وهو متغير وبيكون كسر لجون صوابعه وبيهجم عليه بضربات متتاليه بسرعه رهيبه، وبيتحمس جون لتحول اوما المفاجئ وبيرزعه بكفه في صدره بس بيردها له اوما في وشه وبيكمل ضرب. بيراقب القتال واكاتسوكي وايماي اللي بيكون مبهور بقوه اوما. بيقول له واكاتسوكي دي مش قوه، ده معدل الدوران لانه زاد سرعه وبيهاجم بكتله الجسم، يعني بتزداد عدد هجماته بالنسبه لسرعته. بيرزعه جون براسه وبيهبط برجله في بطن اوما تدمر حته من عظمه، وبيندفع جون يهجم عليه بس بيستهدف اوما قصبته الهوائيه وبيمنع وصول الهواء لدماغه فبيغمى عليه غصب عنه، وفي المقابل بتتكسر صوابع اوما ولكن بيفوز. وبيفرح كازو وبيقول له كين كان عندك نظره اما قلت هيفوز، وبيعزمه يشربوا في يوم مع بعض. بيجي ميتسودو كاتاهارا رئيس منظمه كينجان وبيرحب بيه نوجي فبيقول له انت اخترت مقاتل عظيم، وبيقوم جون من غفوته ياكد على كلامه وبيعلن خسارته. وبيجي رئيسه جانداي يعلن انه هيوافق على فكره نوجي بما انه فاز، وبيعلن منافستهم على منصب رئيس المنظمه وبيتحداهم كاتاهارا
كاتاهارا انهم يستولوا على المنصب، فبيتوتروا من كونه راجل 90 ولسه فيه قوه ترعبهم بالمنظر ده. بيتحداه نوجي انه هيكسب منصبه، فبيقبل كاتاهارا تحديه بسرور وبيقول له اما نشوف هتغلب ناب ميتسودو ازاي. بيسال كازو مين ناب ميتسودو، فبيقولوا له ده مقاتل تبع كاتاهارا ويعتبر اقوى مقاتل في كينجان لانه فاز ب 157 مباراه بدون اي خساره. بيعلن الرئيس كاتاهارا عن بدايه بطوله حياه او موت في كينجان. بيتحمس اوما للمشاركه عشان اكيد المره دي هيقابل الشخص اللي قتل مدربه من 10 سنين. بيخنق اوما رئيسه نوجي عشان متعصب انه مش هيخليه يشارك في البطوله، وبيدخل عليهم سين هاتسومي فبيعرفوا الرئيس بانه هيشارك بدل اوما وبيطلب منه ينقذه من اوما، فبيضغط على ايده لحد ما بيقع الرئيس وبيحاول اوما يضربه بس بيتفادى سين كل هجماته. وبتقول كيدي لكازو ان سين حقق 39 فوز وخسر 15 مره، اللي كان 9 منهم بسبب فرط النوم و4 بسبب الغياب و2 بسبب النسيان. بيتنرفز اوما وبيتحول جسمه لاحمر وبتتغير سرعته وبيصد هجمه سين وبيكملوا هجوم وصد. فبيتاكد سين من انه بيستخدم اسلوب قتال النيكو مع انه المفروض ما توارثش للجيل الثاني. بيخنقوا اوما وبيقول له ما تجيبش سيره نيكو، وبيأمرهم نوجي يوقفوا خناقتهم وبيعرض على كازو يبقى عضو في منظمه كينجان ويخلي اوما يشارك في البطوله. بيتوتر كازو من الفكره فبيطمنه الرئيس وبيقول له انت كل اللي محتاجه هم 100 مليون ين رسوم الاشتراك في مباريات غير رسميه عشان تاخد العضويه. وشوف يا اخي سبحان الله جبت معايا 100 مليون بالصدفه النهارده. بيحاول يرفض كازو العرض اكتر من مره ولكن بيخضع في الاخر، وبيعمل له نوجي كل اجراءات الاشتراك زي انه يفتح شركه باسمه. بيروحوا لمباراه العضويه وبيهزم اوما خصمه ببوكس واحد وبيكسب العضويه، وبينبهر كازو بمدى عظمته وبيكون وسط الحشود واحد بيسجل اللي بيحصل وبيبعته لكينزو اللي بيتفاجئ بابوه المشترك في البطوله. فبيتصل كينزو بماساهيكو اوتا رئيس شركه اندر ماونت، فبيتوتر اوتا لان كينزو هو الرئيس الفعلي للشركه وبيشكروا كينزو على تسجيله للمباراه، وبيعلن انهم هيدخلوا البطوله بعد ما يجيبوا مقاتل من عيله كيور اللي معظمهم جنود مرتزقه ومش هيترددوا في قتل رئيسهم حتى. بيقابل كازو وكين يشربوا مع بعض فبيقول له ان الرئيس نوجي ضحك عليه ودفع 5 مليار مش 100 مليون وكمان عمل لك شركه، يا وعد يا وعد على الديون. وبيعلن ليه انه هيشارك في البطوله وشركته جينو كونيا ومقاتلهم هو رين. في منجم مهجور بيتدرب اوما وبيفتكر مدربه اللي علمه اسلوب النيكو ولقاه مقتول من عدوه تايرا اللي بيستخدم اسلوب كوي، وكان معاه ولد صغير. بيلاقي كيريو قدامه وبيكون هو ده الولد. بيقول له كيريو انت قعدت تدور على مدربي تايرا ل10 سنين بس انا قتلته، ايه شعورك اما تعرف ان اللي كنت عايز تنتقم منه اتقتل على ايدي؟ اكيد غضبان وبتغلي من جواك، تعال انتقم واقتلني بداله. بيمسك اوما اعصابه ونرفزته وبيقول له مدربك ومدربي ماتوا عشان كانوا ضعاف وانا كنت بدور على تايرا عشان اقوى من نيكو وعايز اهزمه، فدلوقتي ههزمك انت في البطوله. وبيقبل كيريو التحدي وبيمشي وبيفرغ اوما نرفزته على عمود نور. خبر ان كازو هياخد اجازه لمده 10 ايام من شركه نوجي مسمع في كل حته ومبهورين بعظمته وانه فتح شركه لنفسه. وبيروح كازو يبلغ ابنه كينزو بالخبر وبيفكر كينزو انه لازم يفوز في البطوله عشان يحكم البلاد. بيروح 151 مقاتل وبيشرح لهم الحراس ان اللي معاه دعوه يركب سفينه فاخره واللي ما عندوش دعوه زي كازو يركب في سفينه خربانه، فبيركبوها وبيقسمهم الحراس للمقاتلين تحت ورؤساء الشركات فوق. وبيطلب اوما ميه فبتنزل كايدي تديها له وفجاه بيتقفل عليها الباب معاهم وبيعلنوا بدء المباراه التمهيديه ومدتها لحد الفجر، والخمسه اللي هيتبقوا هينتقلوا للنهائيات. وبيرحبوا بالرهانات وممنوع من الرؤساء يتواصلوا مع مقاتليهم تماما. وبتخبط كيدي على الباب عشان تخرج بس بدون اي فايده، فبتحمل كيدي المسؤوليه لاوما وبتقول له احميني. بيستغرب مقاتل انه جايب ست معاه وبيجي مقاتل تاني من جنبه وبيهجموا هما الاثنين على اوما. بيغير اتجاه دراعاتهم ناحيه بعض فبيضربوا بعض وبيقعوا، وبينبهر باقي المقاتلين بقوته فبيقرروا يتخلصوا منه الاول. فجاه بيجي لهيتو يكلم اوما بس بيعترض طريقه مقاتل عايز ينتقم من تخريبه لوشه، فبيتخلص منه لهيتو بقدرته نصل السكين بعد ما طورها وبقى بيستخدمها من مسافه قريبه. وبيكمل طريقه وبيشوف كيدي فبيقرر يحميها ويتحد مع اوما عشان يوصلوا للنهائيات مع بعض، وبيهاجموا الباقي مع بعض لحد ما بيجي مقاتل اسمه تايسون وهو طاير وبيتخلص من مجموعه مقاتلين مره واحده، فبينبهر بيه اوما وبيندفع تايسون ناحيته وبيغير من اتجاهه بكل سهوله بس بيتفاداه اوما وهو بيتساءل ايه القدرات دي. فبيقول له تايسون دي فنون شين يي تشوان القتاليه اللي بيقددوا فيها الحيوانات في قتالاتهم، بس ادركت ان الحيوانات اضعف من البشر فقررت اقلد الاسلحه. وبيندفع ناحيه اوما زي الصاروخ بس بيغير اوما اتجاهه بكل انسيابيه ناحيه الحيطه، وتايسون بيعكس موضعه وبيستخدم رجله وبيندفع ناحيه كيدي بالغلط وهو مصدوم ليه في ست في المكان وما بيعرفش يوقف نفسه لحد ما بيحميها اوما بظهره، وبتكون حركه اتعلمها من مدربه نيكو اما كان بيضرب فيه اوما وبيتعور بدل ما يعوره فقال له يشد عضلاته ويخلي جسمه يتصلب اما يتعرض للالم او يخبط في حاجه، ساعتها جسمه هيبقى زي الفولاذ. بيقنع تايسون نفسه ان اللي عمله اوما ده مجرد حظ وبيندفع تاني بس بيصدها اوما بتصلب جسمه وبيتخلص منه. بتخلص المعركه في ربع ساعه وبيتبقى اوما وليهيتو وسوادا وكارو وهاسارد، وبيعلنوا كازو نفسه انه كان متوقع فوز الخمسه دول ولو كان
راهن عليهم كان زمانه سدد ديونه. بيتنقل الفايزين للسفينه الفاخره وبيستقبلهم كاتاهارا مع حراسه، وبيقرب منه هاسارد يقول له انه معترض على مباراه تمهيديه عشان بيقلل من قدراتهم، فبيهزقوا كاتاهارا على كلامه وبيقول له ان المقاتلين المعفيين من المباراه التمهيديه دول افضل مقاتلين، مش زيكم يا شويه بيادق بنلعب بيها. فبيهاجموا هاسارد وبيقول له هوريك قوه البيادق، لكن حارس من حراسه الاقوياء بيخلص عليه بضربتين بس وبيقع في البحر. بيهني الرئيس نوجي اوما على فوزه، فبيرد عليه ما تفتكرش ان كده هبقى لعبه في ايدك. اما ليهيتو بيلزق في كيدي فبتقول له ما تفكك مني يا عم وتلزق في رئيسك. قال لها ماليش رئيس، لاني الرئيس والمقاتل في نفس الوقت، واني كنت بشتغل في شركه شحن تبع مجموعه نوجي لحد ما جه الرئيس واقنعني ما اشتغلش تحت ايد حد، ولازم اكون شركتي بنفسي واكون رئيسها. وسبحان الله كان لسه مشتري شركه ومش لاقي لها رئيس، فخلاني رئيسها وقال لي هوفر لك فلوس للاشتراك، دول 5 مليارات بس مش حوار يعني، وخلاني اوقع العقد اللي بينص على اني اما افوز هرشحه هو لمنصب رئيس الكينجان. بيسال كازو هو ده مسموح؟ ردت كيدي ان اللي هيفوز ليه الحق يعين اي حد للمنصب، وكل ما يزيد عدد الداعمين ليك كل ما فرصتك هتكون اكبر، وان شركات كبيره بتجر شركات اصغر منها عشان فرصتها في الفوز تزيد. بيقابل كين كازو في طريقه وبيطلب منه يهزم المقاتل كانيدا في لعبه الشوجي، بما ان كازو خبير في اللعبه. بيقبل طلبه بس بيتهزم قدام كانيدا 5 مرات متتاليه كانه بيتوقع كل حركات كازو. بيعلن الرئيس كاتاهارا ان السفينه هتوصل لمكان المعركه بعد 27 ساعه، واول ما يوصلوا هيسجلوا مقاتلينهم رسميا في البطوله، وان المعارك الخاصه بمقاتلين كينجان ممنوعه على السفينه، واللي هيخالف القانون الحراس هيعاقبوه. بيلفت الخطاب نظر الرؤساء، وبتكلم شيون نوجي عن هو اخد باله من قصد كاتاهارا ولا لا، وبتشوف اوما وبتعجبها وسامته، فبتقول له كيريو ليه الحق يجري وراك. بيتعصب اوما وبيسالها هو فين، فبتقول له ما تستعجلش وحضر نفسك عشان هو قوي بشكل مرعب. وبيكون كيريو دشمل وشه وجسم الحارس اللي قتل هاسارد وناوي يقتله لمجرد انه لوث وش اوما بدمه. اما عند كين فبيطلب منه كانيدا انه يكون مقاتله بدل هيمورو، وبيقول له ان تسجيل اسامي اللاعبين هيتم بعد ما يوصلوا المكان، وده معناه ان عادي جدا نبدلهم قبل ميعاد التسجيل. وتاني حاجه هي اننا ينفع نتعارك مع اي مقاتل مش تبع كينجان، والدليل على كلامي هو ان الحراس سامعين كلامي وما اتحركوش يوقفوني. بيقبل هيمورو وبيقول له لو استحملت ضرباتي لمده دقيقه هبدل معاك، وبيضربوا كذا مره ورا بعض. فبيلاحظ كانيدا انه بيستخدم اسلوب القبضه المعارضه اللي بيسمحوا فيه باي نوع من ضرب الاماكن الممنوعه، ومده متوسط المباريات فيه هو 6 ثواني. بيتبهدل كانيدا ضرب منه لحد ما بياخد ضربه بالركبه في ضلوعه، بيتوجع كانيدا جامد بس بيصمم يقف ويكمل المعركه. وبيضرب هيمورو بوكس، فبيستغرب هو ازاي عرف يضربه وبيهجم عليه، لكن برضه بيتضرب بوكس في دقنه. فبيقرر هيمورو يبقى جد ويطلع قدراته الحقيقيه، وبيهاجمه بضربات سريعه وقصيره بايده ورجله لحد ما بيستعد يقضي عليه بضربه، بس بيتفاجئ بكانيدا وراه وبيكسر دراعه، لكن ما بيستسلمش وبيهاجمه بدراع واحده لحد ما بيضرب كانيدا دراعه المكسوره. بس برضه بيفضل هيمورو مصر، ولكن ولا ضربه بتيجي في كانيدا لانه متوقع كل تحركاته وهجماته، وبيمسك رقبته يوقعه وبيكمل ضرب فيه لحد ما بيفقد وعيه. وبيوافق كين على كانيدا. في مكان تاني من السفينه بيتكلم واكاتسوكي مع ايماي عن القوانين اللي بتسمح بالرشوه والتهديد، وهيستفيد كاتاهارا ايه من القوانين دي؟ اكيد في حد بيتحرك وراه. فجاه بيجي 2 من مقاتلين كينجان وبيقرروا يتخلصوا منهم. في كذا مكان متفرقين بيحارب المقاتلين بعضهم، وبيطلبوا من رئيس المقاتل المهزوم انه يعينه بدل اللي هزمه، ولو فاز يخلي شخص محدد هو الرئيس. واحد من المقاتلين بيهجم على ايماي المسمى بملك الخانقين لانه كان اصغر مقاتل شارك في كينجان وهو عنده 14 سنه، وبيخنق خصومه بحيث يشل حركتهم، وفاز 21 مباراه بدون خساره. بيتخلص ايماي من المقاتل بالخنق، وفي نفس الوقت واكاتسوكي اللي فاز ب 306 مباراه وخسر 2 بيقتل خصمه. بيراقب الرئيس هايامي المقاتلين اللي زرعهم في كل حته، وبيلاقي ان 2 بس اللي كسبوا، وشركته كده اخذت 7 اماكن. في وسط ما كيدي بتهزق ليهيتو واوما بيجي شخص يهجم عليهم، وبيحاول ليهيتو يضربه بس بيدوس على وشه وبيهجم على اوما، فبيصد الهجمه وبيجي دوره يهجم بس بيثبت الشخص رجله حواليه. بيوشك اوما انه يضربه بس بيقف فجاه عشان بيكتشف انها بنت، وبيسالها عايزه ايه؟ بترد ان اسمها كارورا وعايزه تتجوزه وتخلف منه. كلهم بيتصدموا من طلبها، بس اكتر واحد مصدوم هو اوما نفسه، ومخه بيعمل ايرور فبيهرب منها بسرعه البرق. وبيجي مقاتلين من عيله كيور بيقولوا لها ترجع عشان جدها عايزها، فبتروح وتقول لجدها انها وقعت في حب اوما، واول ما بتمشي بيأمر مقاتليه انهم يراقبوه، ولو قرب منها تاني يمحوه من الدنيا. بيجمع كاتاهارا كل رؤساء الشركات في مقر تنظيم المباريات، وبيلاحظ ليهيتو وكازو ان نوجي جد قوي مش عبثي كعادته، فبتقول لهم رينو لانه لو خسر فشركاته بفروعها كلها هتتقفل. بيتصدم كازو بس بيفكر ان كده يقدر يقطع العقد وما يدفعش الديون اللي عليه حتى لو خسر وظيفته، لكن بتقطع رينو حبل افكاره وبتقول له انا سمعت انك راهنت بحياتك للفوز وجمعت ال5 مليار عن طريق رهن كل ممتلكاتك الخاصه. وش كازو بيقلب الوان ومعدته بتمغص اما بيعرف ان ده معناه لو خسر هيخسر كل حاجه مش وظيفته بس. بيبدا كاتاهارا تحديد المباريات، وبتكون المباراه الاخيره في المرحله الاولى ضد اجيتو كانو اللي هو ناب ميتو تسودو، وبيجيب لهم آلة ارقام
ارقام بيحددوا بيها اماكن مبارياتهم، كل ما كان الرقم اكبر كل ما كان اسرع، وبيخلي كازو اول واحد يجربها، فبيلاحظ ان الاله بتيجي في حته وتبطأ شويه، فبيختار الارقام وبيطلع له اكبر رقم وبيحدد مباراته تكون الرابعه. بيتجمع الناس وقاده العالم كلهم في استاد كبير هتقوم فيه المباريات، واللي بتقدمها هي سايكا بنت كاتاهارا. بيستعد ايماي لمباراته وبيسخن جسمه وبيفتكر ماضيه اما كان صغير وبيتعرض للعنف، وساعتها اقتحم حياته ميتسويو اللي انقذه وعرض عليه يتعلم فنون القتال، وساعتها حياته اتغيرت. بيخرج ايماي وخصمه ادم للحلبه، وبيكون فرق الاحجام ملحوظ ما بينهم، وبتبدا المباراه وبيهاجم ادم من ثغراته لانه متعود على قتالاته مع الاحجام الضخمه. بيحاول ادم يضرب ايماي وبيفقع عينه بس بيتفاداه، وبيوقعه في الارض وبيضربه في وشه ضربه، ولكن ادم بيصد باقي ضرباته وبيحاول يضرب ايماي ببوكس في جنبه بس بيبعد عنه بسرعه لان ضربه واحده من ادم كفيله انها تنهي المباراه بسبب قوته. بيقوم ادم من على الارض بطريقه غريبه وبيهاجم ايماي اللي بيتفاداه تاني وبيهرب، بس بيوقفه من كتفه وبيطيره ببوكس واحد. وعي ايماي بيكون شبه ضايع، وفجاه بيلاقي ادم ماسك راسه عشان يضربه بوكس تاني، بس رغم انه صده بدراعه الا انه طار لمسافه بعيده، وبيقرر ايماي انه يهجم بس بيصد ادم هجماته وبيضربه في بطنه. بيقوم ايماي وبيهجموا هما الاثنين، بس ايماي بيضربه بركبته في وشه، وبيغيروا هما الاثنين وضعيتهم وبيهجموا، وبينهي ادم بضربه واحده ويستغل الوضع ويكمل تلطيش فيه. بس فجاه بيستوعب ادم ان هو اللي اغمى عليه وخسر، وان ايماي في الاساس خنقه وشل حركته بسبب استخدامه لاسلوب التركيز القايم على استغلال تركيز خصمه على الهجوم والتسلل لنقطه اللاوعي في عقله. واما ادم نفذ هجمته كان ايماي قفشه برجله وخنقه، وكل ده في جزء من الثانيه وبيفوز. في جمهورية نيبال تحديدا جبال الهيمالايا كان في طفل اسمه هارو وبيلقبوه بالطفل الوحش، وكان اقواهم في العشيرة. وفي يوم بيجي ايكيو كوهنو من اليابان يكلمه عن قتالات كينجان، وبيكون حلم هارو هو انه يبقى مقاتل ويخوض نزالات، فبيروح معاه لليابان وبينبهر بمدى تحضرهم، وبيكون زي الفلاح اللي عايش طول حياته وسط خضرة وجبال وفجأة بيتمدن. بس للأسف حياة المدن والرفاهية والرضا المتزايد جابت نتيجة عكسية معاه، وبيتحول من هارو لهاروا وبيزيد وزنه ل 315 كيلو. بيخرج هاروا للحلبة وبيتنافس ضد اكويا اللي بيتواصل مع هايما عن طريق جهاز معين. بتبدأ المباراة وبتبدأ هايما تحليل خصم اكويا، وبيبدأ هاروا الهجوم بسرعة برغم وزنه وحجمه الضخم، ولكن بيتفاداه اكويا وبيحاول يضربه برجله، لكن بيتشقلب هاروا بالعكس زي الكورة وبيتفاداها وبيندفع بعدها ناحية اكويا اللي بيتخبط في الحيطة من قوة الدفع. بيهجم عليه هاروا بس بيصد اكويا هجومه، وبيغير اتجاه ايده باستخدام اسلوب فن الاعتقال اللي بيستخدمه رجال الشرطة للقبض على المجرمين. بيتنرفز هاروا عشان اكويا قوي زي الفولاذ مش راضي يخسر، فبيهجم عليه ولكن بيعوروا اكويا بطريقه شبه نصل سكين لهيتو، لكنه مختلف في انه بيستخدم عظم مفاصله بدل اطرافه. بتكلم هاياما اكويا وبتقول له ان تحليلها خلص، وبيهجم هاروا على اكويا زي دور بس بيستهدف اكويا ثغراته وبيضربه في رجله الشمال وصدره وعينه، وبيكمل تلطيش لحد ما بيمسكوا هاروا من هدومه يضربه بوكس، بس بيهرب منه اكويا عن طريق ان هو يقلع هدومه وبيضربه في ركبته برجليه. بيفتكر اكويا ماضيه وانه دايما بيقاتل عشان ينصر العداله ويهزم المجرمين ويقبض عليهم، وساعتها بيقابل هاياما اللي بتساله هيفضل لحد امتى يعمل اللي بيعمله ده، فبيرد لحد ما يقضي على كل الاشرار اللي في العالم. بيهدد اكيو مقاتله هاروا وبيقول له لو ما فزتش هترجع لبلدك تاني، فبيفكر ازاي هيرجع تاني لحياه الجبال من غير نت ولا الفيديو جيمز ولا اي مرفهات، وبيكره الفكره وبيهجم على اكويا اللي بيصده. في المقابل بيخرم دراعه بصوابعه وبيضربه ضربتين في الكبد، وبتكون تحركات اكويا كلها عامله زي ما يكون حد بيتحكم فيه. بتراقب هاياما المباراه وبتفكر ان تحليلها مثالي لانها بتحلل توقيت التنفس، وبتختار اكتر وقت بيكون الشخص مش محمي ضد الهجمات فيه، وبتوصل تحليلها لاكويا اللي بيتحرك على اساسه. بيتعب هاروا من ضرب اكويا ليه في نفس المناطق بالاخص دقنه وركبته اللي شايله الوزن ده كله. بيفقد هاروا الوعي وبيوشك الحكم يعلن فوز اكويا، بس بيوقفوا هاروا وسرعته بتزيد في هجومه على اكويا اللي بيصد ضرباته بس بيستغرب تغييره. بتشوف عشيره هاروا المباراه وبيقولوا ان دي قوته الحقيقيه اللي نسيها بسبب حياه اليابان المرفهه، وان في الاساس واحد من اقوى الجنود المرتزقه جنود جوركها. بيضرب اكويا هاروا في ركبته تاني، بس في المقابل بياخد ضربه تطيره، وبتطلب منه هاياما يستنى شويه على ما تحلل تنفسه، بس بيتغير تنفس هاروا كل شويه، فبيقول لها اكويا مش محتاج التحليل وهيتصرف بنفسه. بيصد كل هجمات هاروا اللي فجاه ركبته بتوجعه وبتجيب اخرها من كميه الهجمات اللي اتعرضت لها، فبيستغل اكويا الفرصه وينهي بضربه في وشه. بيعلن الحكم فوز اكويا، وبيخرج يلاقي هاياما جايه تعتذر له وبتبرر له تاخرها في التحليل،
التحليل، فبيلطشها قلم محترم وبيقول لها مش محتاجك في المباراه الثانيه، فبتتوسل له انه ما يتخلاش عنها وهتعمل اي حاجه يامرها بيها، فبيقرر يسامحها لاخر مره. بيقرب ميعاد المباراه الثالثه اللي هيشترك فيها رايان من عيله كيور، بس بيكون مختفي وبيتوتر رئيسه من اختفائه، واتاريه في الحمام قاعد بيتنمر ويضايق في الهيتو اللي مش عارف ياخد راحته حتى في بيت الراحه، فبيقرر يتعارك معاه. بيجي ميعاد المباراه وبيظهر رايان في الحلبه وهو غرقان بدم الهيتو اللي اتبهدل منه، وبيظهر قدامه خصمه روبنسون. بتبدا المباراه وبينزلوا الاثنين ضرب ودفاع، وفجاه بيعميه رايان بالدم على عينه وبيستعد عشان يضربه، ولكن بيوقف روبنسون الضربه وبيقيد صابعه وبيلوي ايده، بس بيمثل رايان انه موجوع وبيرجع ايده لمكانها تاني وبيمسك بالايد التانيه هدوم روبنسون عشان يضربه، لكن روبنسون بيكون اسرع وبيديله بوكس في دقنه، وفجاه بيقلب لاسلوب الملاكمه وبيرزعه برجله في وشه. فبيستغرب رايان من اسلوبه الفريد في القتال، وبنكتشف انه بيستخدم اسلوب باريستو اللي بيكون جامع بين فنون قتاليه كتير مع فن القتال التقليدي، ومؤسس الاسلوب هو شيجي نوسوكي كوتورا اللي بيورث روبنسون اسلوبه في القتال. بيكمل روبنسون تلطيش في رايان لحد ما بيرزعه على الارض وبيفتكر انه فاز وخلص المباراه، لكن بيقوم رايان فجاه وبيتحول جسمه وبتبان عروقه لاستخدامه الاسلوب السري لعيله كيور وهو اسلوب الازاله. بتتغير سرعه رايان وبينزل ضرب وهجوم بكل الاشكال على روبنسون اللي ما بيلحقش يستوعب اللي بيحصل. بتكلم كيدي كازو بتقول له ان رايان اسلوبه شبيه باوما اما بيتحول بس مختلف شويه. بيحكي رئيس عيله كيور ان الانسان الطبيعي بيستخدم 30% بس من قدراته الجسديه، لكن مع استمرار تحسينهم لنسل العيله اكتسبت عشيرتهم قوه جسديه تخليهم يقدروا يستخدموا اكتر من 30%، والوحيد اللي وصل لل 100% من قدراته هو رايان. بيكمل رايان ضربه روبنسون وبيطيره وبيخنقه جامد، وبيحاول روبنسون يقاوم وهو بيفتكر ذكرياته اما كان بيكره ابوه بسبب قسوته واصراره انه يعلمه اسلوب الباريستو، فقرر يهرب من البيت وبقى يستخدم اسلوب الباريستو في عالم الاجرام، وكان فاكر هي دي الحريه، لكنه كان مجرد نوع من الهروب والانتقام من عيلته، لحد ما قابل إيلينا اخته الغير شقيقه اللي غيرت حياته للافضل، وساعتها قرر يبقى اقوى عشان يحميها. بيفك روبنسون نفسه من رايان لكنه لسه بيتعرض للضرب منه، فبتصرخ إيلينا وتقول له ما تخسرش، فبيتحمس وبيزداد اصراره على الفوز وبيجهز بصابعه عشان يفقع عيون رايان، لكنه بيفشل وبيضربه رايان في وشه وبيمسكه من رقبته ويكسرها وبيرزعه جامد على الارض. بتصوت إيلينا على اخوها وبيتصدم الجمهور كله من روبنسون اللي اتقتل قدامهم وبيسكتوا سكوت مريب، فبيضحك رايان ضحكه شيطانيه وبيسالهم ساكتين ليه؟ مش انتوا جايين في بطوله الحياه والموت دي عشان تستمتعوا بالفرجه على الناس وهي بتموت؟ بيجهزوا لمباراه اوما مع إينابا اللي رئيسه اوريتا، وبيروح يعقد صفقه مع كازو بانه لو فاز هيديه 10 تلفزيونات من شركته، ولو كازو خسر هيدفع له مقابل التلفزيونات دي، فبيوافق كازو على الرهان بكل سرور وهو مش فارق معاه ديونه تزيد شويه الوفات. بتوعيه كيدي وبتقول له انهم مش 10 تلفزيونات وان دي شفره بيستخدموها في الصفقات، وقصد اوريتا الحقيقي هو انه هيديك 10% من اسهم الشركه، وبما انها افضل شركه لانتاج التلفزيونات فانت لو خسرت هتتداين ب 280 مليار ين، يعني لو بعناك باعضائك الخربانه دي كلها مش هتحصل ربع المبلغ. بتطلع روح كازو من اللي ودانه سمعته ومن المصيبه اللي دخل نفسه فيها. بيرحبوا بمقاتلين المباراه وبيقدموا اوما الملقب باشورا وقدامه إينابا الملقب بالشبح الاسود، وبيعلن الحكم بدء المباراه، فبيطيروا ناحيه بعض وبيبادلوا اللكمات، وبيكون اوما متفوق عليه، بس فجاه بيستخدم إينابا تقنيه الدفع للحافه وبيطوف حوالين اوما بسرعه على اطراف صوابعه وبيحاول يضربوا اوما ولكنه بيفشل، وفي المقابل بيعوروا إينابا، فبيطقطق اوما بلسانه وبيحسب المده الفاصله وبيضرب إينابا في اللحظه المناسبه وبيبوظ تقنيته وبيرفع رجله عشان يضربه، لكن بيوقفها إينابا بشعره الملفوف على رجل اوما وبيشده ويكسر بيه الارض وبيستخدم شعره يجلد بيه اوما ولا اجدعها صوت. وبنكتشف ان إينابا ورث كل اسرار عيلته في تقويه شعره اللي هو اقوى جزء في جسم الانسان، بحيث خصله واحده تقدر تشيل 150 جرام، وبما ان الشخص بيملك 100,000 شعره في المتوسط فنظريا يقدر يشيل 15 طن بيهم. طبعا الكلام ده بره عن الصلع. بيحاول اوما يهجم ولكن بيفضل إينابا مقيده بشعره وبيمسكه ويمسح بيه الاسفلت كله وبيكمل جلده. بيتاكد اوريتا من فوزه وبيبص على كازو وبيلاقيه بيضحك، فبيستغرب هو ازاي باله رايق مش خايف كده، في حين ان كازو بيضحك وهو ميت داخليا وبيفكر في انه لو خسر هيدخل موسوعه جينيس ويتسمى بملك الديون. بيقيد إينابا كل حته في جسم اوما حتى عينه، وبيفتكر اوما كلام نيكو اما كان بيقول له في اي قتال خلصه بسرعه، فبيفكر هو قد ايه تفكيره مختلف عن مدربه وبيضحك من شده الاستمتاع وبيقرر يقاتل وهو مستمتع بدل ما يخلص بسرعه. وفجاه بيتحول وجسمه بيسخن وعروقه بتطلع وبيكون فكي نفسه من الشعر وبيهجم بسرعه على إينابا يكسر له صوابعه ورقبته ومعدته وبنكرياسه وكل حته في اعضائه بتتدمر، بس بيكون مستمتع بالاحساس الغريب اللي اول مره يحسه ده وبيفقد الوعي باخر هجمات من اوما. وبيعلن الحكم فوزه. بيقابل اوريتا كازو وبيهنيه على الفوز وبيديله عقد ال 10% من اسهم شركاته، فبينشكح كازو وبيفكر انه خلاص هيلعب بالفلوس لعب ويفطر له كل يوم على 2
مليون ويعيش طرف وبذخ الاغنياء، ولكن بيدمر اوما احلامه وبيرفض العقد وبيقول له احنا مش بنقاتل عشان اسباب تافهه زي الفلوس، واكيد ده مش رايي لوحدي، ده كمان راي كازو. بيشتموا كازو من جواه عشان بيقرر رايه بدل منه. بينبهر اوريتا من مدى عظمه كازو وبيقول له بس الرهان رهان ولازم ننفذه. بيرد كازو وهو بيستهلك كل سوائل جسمه وبتطلع في شكل عرق وبيقول له رهان ايه بس اللي بتتكلم عليه؟ مش فاكر ان احنا راهنا على حاجه، وكمان الرهان حرام يا اسطى، مستحيل اكون راهنت معاك. وبيمشي وهو بيلعن نفسه انه ضيع فرصه تسديد ديونه، بس بيشكره اوما انه احترم رغباته كمقاتل وما وافقش. بيفتكر اوريتا ذكرياته مع اينابا وانهم كانوا اصحاب لحد ما قال له اينابا انه ابوه مات وهو بينفذ مهمته كقاتل، ودلوقتي بقى كبير العيله بداله، وده معناه ان اوريتا رئيسه وهيشتغل عنده ويقتل له اي حد عايزه. فبيهزقه اوريتا وهو منفعل وبيقول له انت هتفضل دايما صاحبي وشق الشقيق، وعمري ما بصيت لك بنظره انك تابع او قاتل. بيصحى اينابا في المستشفى وبيشوف اوريتا مبسوط وبيقول له مش عيب برضه تبقى منشكح بالمنظر ده وانا متدشمل قدامك، مفيش فيا حته سليمه. بيرد اوريتا وبيقول له معلش اصل افتكرت ماضينا المكحرت مع بعض. في اوضه العمليات بيعالج هاجيمي جروح روبنسون وبتشكره الينا انه انقذ اخوها من الموت. اما عند الحلبه فبتبدا المباراه الخامسه ما بين جورو وواكاتسوكي اللي بتخلص بمجرد قبضه واحده من واكاتسوكي بتدمر خصمه في لحظه. وبينتقلوا للمباراه السادسه ما بين ساوادا وجوليوس، وما بيلحقش الحكم يعلن بدايه المباراه بيلاقوه اعلن فوز جوليوس على ساوادا اللي بيستغرب وبيصيح على المهزله دي. من ناحيه تانية بيضحك كاتاهارا من ان المقاتلين استغلوا مميزات القانون اللي سهلها عليهم بحيث يعقدوا صفقات سريه ويخلوا الطرف الثاني يتنازل سواء بالتراضي او بالاجبار، زي مارين اجبر رئيسه ساوادا وهددها لحد ما تنازلت. بيظهر ساوادا وبيضرب ميجورو قدامهم وبيتعصب بسبب اللي عملوه وبيعلن انه هيقتلهم هم الثلاثه، وبيقوم ميجورو يهجم عليه ولكن بيضربه برجله تاني وبيوقعه. فبيقرر جوليوس يعاركه وبيتحرك ساوادا زي الاعصار وبيضربه برجله في رقبته وبيظن انه كسرها له، ولكن ما بيتاثرش جوليوس بالضربه وبيكسر له رجله. فبيصرخ ساوادا من الالم وبيكمل عليه جوليوس ويحدفه فبيغمى عليه، وبيفكر جوليوس يكسر رجله الثانيه ولكن فجاه بيرمي كازو علبه بالغلط وبتيجي في جوليوس. فبيتخض كازو من اللي عمله وبيقرر رين ينيمه بابره مخدره عشان ما يشوفش اللي بيحصل، لكن كازو بينحني وهو بيعتذر لجوليوس فما بتجيش الابره فيه. وبينبهر رين بقدرات الراجل الخمسيناتي العجوز في التفادي. بيقرب ميعاد مباراه ميجورو فبيتراجعوا كلهم بامر من رئيسهم، وبيروح كازو مع اوما يحتفلوا بفوزه وبيشكروا كازو انه ادى لحياته طعم بعد ما كان كل اللي بيعمله هو انه بينحني لرؤسائه في الشركه وبيقضي روتينه ممل، وبيقول له انا زي ابوك وبقلق عليك زي ابني. بيرد اوما انا مش ابنك، فبيقول له عندك حق وبيحكي له عن كينزو ابنه وقد ايه هو يعتبر اب فاشل بالنسبه له. فبيقوم اوما من غير ما يسمع باقي كلامه وبيروح الحمام بيتف كميه كبيره من الدم وبيبص في المرايه وهو بيسترجع اما قابل مدربه نيكو اول مره وقرر يتبناه ويديله اسم عيلته توكيتا، فبقى اسمه توكيتا اوما. بيكسر اوما المرايه وهو بيقول ما تتصرفش كانك ابويا بجد. بتبدا المباراه السابعه ما بين موتيبا الجندي المرتزق وميجورو اللي دخل الحلبه وهو بيعيط دم من الحماس، وبيهجم بسرعه على موتيبا ويوقعه بحركه الجودو وبيكتف ايده ولكن بيفك منه وبيهجم عليه بلكمات متعدده. فبيوقفه ميجورو وبيخنقه فجاه وبيقول له لو قابلت ابويا في العالم الاخر يبقى اقول له اني بشكره على تعليمه الجودو ليا. بيرد موتيبا يبقى اقول له بنفسك، وبيفقع له عينه اليمين بس بيفضل ميجورو خانقه برضه. فبيفقع له موتيبا طبلة ودانه لكن بيضحك ميجورو وقوته في الخنق بتزيد وبيقول له صح افتكرت ان ابويا كان بيتكلم عن سياسه العين بالعين، وبيقوم فاقع له عينيه الاثنين. لكن في المقابل بيدمر له موتيبا مستقبله الانجابي وبيضيع له نسله. فبيتألم ميجورو وبيبعد عنه اخيرا. بيشرح هايامي لرين ان ميجورو عنده افيون ذاتي زي الاندورفين والدوبامين، قام بتعديلات بسيطه عليه وخلاه اما يحس بالم عقله بيترجم الاحساس ده بالبهجه. بنرجع للمباراه وبيكمل موتيبا ضرب في ميجورو بالرغم من ان عينيه الاثنين مصابين، وبنكتشف انه في الاصل كفيف وبيعتمد على حواسه الثانيه اللي قوتها اعظم بكتير من اي شخص. بيشوف عادي. بيضربه موتيبا برجله لكن بيمسكها ميجورو عشان يحدفه بس بيدوس عليه موتيبا برجله الثانيه، واول ما بيلف ميجورو بيرشق موتيبا صوابعه وبيخترق رقبه ميجورو وبيكسر رقبته وبيخترق مخه من خلال عينه المفقوعه. بيفتكر ميجورو ماضيه اما قتل كبار التلاميذ في نادي الجودو وابوه هزقه فبرر له قتلهم بانه مش قادر يسيطر على نفسه وفضل كابح عنفه لمده 13 سنه. فادرك ابوه انه شيطان مش انسان طبيعي وجه الدور على ابوه انه يتقتل على ايد ابنه. بيفوز موتيبا فبيقول اوما ان ميجورو مات عشان كان ضعيف، فبيزعق له كازو وبيقول له القتل عمره ما كان حاجه كويسه، مش انت عمرك ما قتلت حد. بيفتكر اوما مدربه قبل ما يموت كان بيقول له انه مات بسبب ضعفه وبينصحه انه ما يعبرش خط القتل. في اوضه العمليات بيبص هاجيمي على بيانات اوما وبيشعر بالشفقه عليه انه مش هيعيش لفتره طويله. تبدا المباراه تامنه بين كيوزان مصارع السومو وجون اللي قبل ما بيدخل بيخبط بالغلط في هاراوا الحزين انه خسر مباراته، وبيتصدم هاراوا ان جون شاله وقومه من الارض مع انه وزنه فوق
300 كيلو. يطلب منه جون ما يمشيش دلوقتي الا لما يشوف مباراته، وبيدخل للحلبه وهو عاكس تسريحه شعره بالقصد كنوع من تحدي كيوزان والتقليل من السومو اللي لاحظ دماغه. بيستفزه جون بالكلام، واول ما بيعلن الحكم بدايه القتال بيمسكوا كيوزان من دماغه وبيرزعه جامد على الارض، وبيفتكر انه كده اتهزم، لكن بيقوم جون يكلبشه بدراعاته وبيشقلبه على دماغه. بيقوم كيوزان من الارض ويضرب في جون وبيدفعه ناحيه الحيطه اللي بتتكسر من قوه الدفع، وبيكمل ضرب وتلطيش فيه لحد ما بيفقد جون الوعي لثواني معدوده، وبيقوم ناطط على كيوزان عشان يضربه لكنه بيبعده. بيتحمس الجماهير لمباراتهم اللي بيصارعوا فيها مش بس باجسامهم ولكن بمعتقداتهم، وبيكمل كيوزان ضرب في جون اللي بيستقبل هجماته بكل سلاسه لانه شايف ان الهروب وصد الهجمات ده جبن. بيتعب كيوزان من ضربه في حين ان جون بيفضل ثابت زي الفولاذ، فبيتعصب كيوزان وبيثبت جون مكانه، وفجاه بيعمل حاجه غير متوقعه بالنسبه لمصارع سومو، وهي انه بيستخدم رجله في ضربه، مع ان السومو بيعتمد على الايد، بس بنعرف ان ده اسلوب قديم في السومو واسمه الاصلي كاكو ريوكو. بيفقد جون الوعي لثواني ولكن بيفوق وبيلاقي كيوزان مكمل ضرب فيه ما بيرحمش، وبيشوطه في جنبه وبتتضرر اعضائه الداخليه وبيعور ركبته، لكن جون بيفضل صامت في حين ان كيوزان جسمه بيكون منهك، لان مصارعين السومو عاده اجسامهم متعوده على القتال لمده قصيره. بيهاجم جون كيوزان مش بس جسديا لا كمان فكريا في معتقداته وتمسكه بيها اللي بيفكره بنفسه وهو صغير. اما شاف المصارع كوراتشي وهو مستسلم لضرب خصمه وخسر، واما جه جون يكلمه انه معترض على اسلوبه انه خسر، قصد ساعتها رد كوراتشي بانه لو مصارع محترف المفروض يثق في المصارعين المحترفين. بيستغرب كيوزان هو ليه جون مش راضي يتهزم او يقع حتى، فبيقول له جون ده جزء من كوني مصارع محترف وان عندي قوه داخليه عكسك لانك ما بتحبش السومو اصلا، واللي بتعمله ده مجرد تقليد لفنون قتاليه تانية. وبيكمل استفزاز فيه، فبيهاجموا كيوزان ولكن بيقفشوا جون وبيرزعوا على الارض. بيقوم كيوزان وبيقرر ينهيه بضربه واحده، وبياخد وضعيه غريبه بتعتمد على اقوى جزء في جسم مصارعين السومو وهو الرجل، وبيندفع زي طور ينطح جون بقرونه اللي بيستقبل النطحه بكل جرأه وبيقع، لكن في نفس الوقت بيكون كيوزان جاب اخر حدود طاقته في حين جون بيقوم عادي ولا كأن حصل حاجه، لانه بيشوش هجمات الخصم وبيخليها تضر الخصم نفسه بدل ما يتضرر هو. وبيشيلوا جون ساعتها وبيهبدوا على الارض، وبيفقد كيوزان الوعي وبيفوز جون. بيضحك رئيس كيوزان وبيرحب بالخساره لان في الاساس طلب منه اخوات كيوزان انهم يجرحوا كبريائه وكرامته لانه متحجرف، فعايزينه يخسر عشان يكون درس ليه قبل ما يعينوه قائد للسومو. بيخرج جون من الحلبه وهو متضرر جامد وعمال ينزف، فبيجي هاروا وراه يصح له انه ضعيف وحساله وبيساله يا ترى هعرف اتغير واكون قوي؟ بيشجعه جون على التغيير وبيقول له هتقدر، وبيقرر هاروا يكون تلميذ عنده. في المستشفى بيروح لهيتو لساوادا وبيكون حازم في قراره انه هيفوز وهينتقم من اللي بهدلوه بالمنظر ده. من ناحيه تانية كل حد من المقاتلين بيقضي بقيه اليوم بطريقته وراحته، وبتتعرف إلينا على كارورا وبتقول لها ان روبنسون كويس وجات سليمه مع ان ما فيهوش حته سليمه، وبيراقبهم من بعيد جد كارورا وبيكون فرحان انها اتعرفت على بنت في سنها، لكن لو اي لطخ مكتوب في بطاقته ذكر فكر بس يقرب منها هيسلخه. وطبعا بيكون قصده على اوما اللي بيكون نايم جسديا بس بيتدرب عقليا وروحيا من جواه، وبيصنع بيئه زي اللي كان فيها بالظبط، ونسخ من المقاتلين زي جوزو وادم وبيضربهم في نقاط ضعفهم. اتعلم اوما التدريب العقلي والروحي ده من مدربه نيكو، وكل يوم بيتدرب في 8 مباريات خياليه من 14 سنه، يعني حوالي 40,000 مباراه، لحد ما عقله بقى بيدربه تلقائي اول ما بينام. بعد ما بيتخلص اوما من ادم بيظهر له نيكو فجاه وبيقول له شايفك احترفت التدريب العقلي بس في مشكله، وهي ان جوزو وادم اللي انت فزت عليهم دول مش كاملين، ومعلوماتك التصويريه عنهم اقل من قوتهم الحقيقيه، زي ما انا برضو مجرد طيف من نيكو الحقيقي خلقتني من ذكرياتك، وبمعنى ابسط انا مجرد صوتك الداخلي. بيساله اوما انت جاي هنا تهزقني وخلاص؟ بيستعد نيكو للقتال وبيقول له مفيش احسن مني خصم ليك لاني عارفك وعارف قدراتك، ها قلت ايه يا ضعيف؟ بيضحك اوما وبيقبل تحديه، وبيندفعوا ناحيه بعض بتقنيات اسلوب نيكو وهما التصلب واللهب، وبيضربوا بعض بالكتاف، لكن بيوقع اوما، فبيقول له نيكو ان استخدامه لتقنيه اللهب حلو لكن لسه تقنيه التصلب عنده زي الزفت، وانها نفعت بس مع مقاتل زي جيري تايسون لمجرد انه كان ضعيف. بيهجم اوما عليه بنفس التقنيتين ولكن بيوقفوا نيكو وبيقول له هي سريعه بس مسارها مستقيم وسهل جدا خصمك يتنبأ بيها، وبيلوي له دراعه بتقنيه اللهب وبيوصل للانسجه الحساسه عن طريق شد مفاصل الصوابع باستخدام العضلات، وبيقول له لو استخدمت الطريقه دي تقدر تدمر عظم خصمك بسهوله، فبطل تعتمد على الحركات الكبيره السريعه بس. بيوقعه اوما برجله لكن بيتشعلق نيكو في دراعه وبيقول له التقنيه اللي عملتها دي بتفقد العدو توازنه بس، فما تعتمدش عليها كتير، وكم مره هقول لك انك هتتقن الاسلوب كامل لو اتقنت الاربع جوانب منه اللي هم التصلب واللهب والماء واعاده التوجيه، لكنك بتعتمد بالاكثر على اللهب واعاده التوجيه. بيتنرفز اوما وبيستخدم تقنيه الاندفاع اللي بيتحول فيها جسمه وعروقه بتطلع، وبيهجم على نيكو بسرعه لكنه بيصد هجمته بكل سهوله ويضربه كمان، وبيقول له
انت بتثق في التقنيه دي جامد، وهي مش مستاهله لانها بتزود من قدراتك البدنيه مقابل حركاتك الدقيقه، وده اللي مخليك مش عارف تتقن حركات معينه في اسلوب نيكو. وان تقنيه الاندفاع دي هتنفع قدام خصوم زي إينابا الضعيف جسديا، لكنها مش هتنفع مع حد زي جون اللي اقوى منك جسديا. والاهم من كل ده ان التقنيه دي بتدمر جسمك تدريجيا وهتقتلك قريب، فالاحسن تستخدم اسلوب نيكو. بيزعق له اوما، ده اسلوبك جامد قوي كده، ليه مت؟ ليه اتقتلت؟ انت خسرت لانك ضعيف. وبيصحى اوما فجأة من النوم وهو بيجعر، فبيتخض كازو وكيدي منه وبيقلقوا عليه وبيسألوه لو عايز يروح للعيادة، فبيرفض، وفجأة مناخيره بتنزف دم بكميات كبيرة، فبيقول لهم ما تقلقوش، وبيروح الحمام كل وشه بينزف دم بكميات اكبر واكبر وعينه بتحمر، فبيتساءل هو كل ده بسبب تقنيه الاندفاع؟ بس ما بيهموش، لان كل اللي عليه يعمله هو انه يستحمل لحد ما يقضي على كيريو اللي بتخبط فيه كارورا من غير قصد وهي ماشيه، فبتعتذر له لكنها من جواها مستغربه هي ازاي ما حسيتش بوجوده، هو عايش اساسا. بتبدا المباراه التاسعه ما بين سو باينج ويوشيناري كارو، وهما الاثنين تبع شركه تويو، وبتكون المباراه مدبره ان كارو يفقد وعيه ويخسر، بس مش قايلين لسو باينج عشان هيتضايق. بيتكلم جولان ان سو باينج هيفوز لانه عرفوا زمان بالصدفه في قريه في تايلاند اما كان فيها مسابقه فنون القتال، وهو شارك فيها وكان بيمثل تايلاند لانه اقوى واحد فيها، مع ان عمره كان 15 سنه بس، وساعتها لعب ضد سو باينج ومع انه فاز عليه الا انها كانت المباراه الوحيده اللي ما فازش فيها بالضربه القاضيه، ومن اليوم ده بقى يطلع ليه في كل مكان يتحداه في قتال، بس ما كانش يتوقع بعد العمر ده كله انه يقابله في بطوله كينجان. بيعلن الحكم بدء المباراه وبيهجم سو، لكن بيصدها كارو وبيضربه ضربه كانه بيصطاد سمك، بس ما بيقعش سو مع انه اتضرر، وبيهجم على كارو بقبضته وبيتبادلوا اللكمات، وبيكون سو بيستخدم فن قتال الليثوي ميان ماري الشبيه بالملاكمه العاديه، مع فرق انه بيسمح بتسديد لكمات للحبل الشوكي والرفع والرمي من غير قفازات الملاكمه، ولان قبضه الانسان في العادي مش بتستحمل تضرب بوكسات من غير ما تتضرر ويتكسر العظم، الجسم بتلقائي هيتعود يقوي العظم مره في مره، فيختلف الهيكل العظمي للمقاتل عن الانسان العادي. بيضرب سو كارو برجله وبيوقعه وبيستعد عشان يضربه بالرجل الثانيه، لكن بيتفاداها كارو وبيضربه بايده في نقطه حيويه وهي الحبل الشوكي اللي بيفقد للانسان وعيه، وبيخلص عليه ببوكس. من ناحيه ثانيه بيعتذر الرئيس اجيرو لرئيسه الاعلى يورو يوزوكا انهم ما مشيوش مع خطه المباراه وناويين يفوزوا على سو عشان ما يخسروش مصنع السمك لشركه تويو. بنرجع للمباراه وبيتفاجئ كارو بصوابعه اللي اتكسرت بسبب ضربته لسو في راسه، فبيشرح له سو ان تقويه الراس جزء اساسي من اسلوب الليثوي عشان يحموها من اي نوع من الهجمات. بيقول له كارو اخرس بقى اكلت دماغ امي برغيك ده، وبيعدل صوابعه المكسوره وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما بيحاول سو يضربه برجله، مع انها بتضرب كارو الا انه بياخد وضعيه غريبه جدا بس متوازنه، وبترجع الوضعيه دي لكونه متعود على البحر وبيفقد توازنه فيه، فبالتالي بينتج عنه انه بيحس بدوار الارض اما بيقف على ارض ثابته كتير، وبما ان كارو كان صياد لمده 40 سنه فطبيعي يحس بالدوار ده، لكن ركله سو ليه ضربت دماغه وخلته يفقد توازنه زي البحر بالظبط. بيهجموا على بعض بس بيبدا سو الهجوم بضربه في كرش كارو اللي بيمسك رجله وبيرفعه منها وبيهبده على الارض، بس بيقوم سو يهجم عليه فبيكتفه كارو جامد، ولكن بينهي سوء القتال بضربه بكوعه في رقبته بتفقده وعيه. بيقع كارو وهو بيفتكر محيطه اللي استولت عليه شركه تويو للكهرباء ودمروا المينا وبنوا مكانه مصنع. بيقول يورو يوزوكا لاجيرو انه يهرب بسرعه عشان لو هيامي رئيس تويو عثر عليه مش هيحله. بتبدا المباراه العشرة وبيخرج ماسامي نيزو وهو لابس راس دبدوب مشهور اسمه موكي من ديستني لاند، وبيقطع راس موكي بركله سريعه، وبنعرف انه كان زعيم عصابه موتوسيكلات. بيخرج ميكازوشي راي للحلبه وبيفكر يدي الفوز ده لرئيسته وحبيبته رينو، في حين ان نيزو بيصمم جواه على الفوز عشان خاطر موكي. قبل ما يعلن الحكم بدايه القتال بنعرف ان راي بيستخدم اسلوب رايشن وهو فن غامض للاغتيال وبيتم توارثه بسريه، وجه الدور على راي فسابوه في الغابه لمده 9 ايام من غير اكل او شرب او حتى نوم، والنتيجه لده بينقص الاكسجين فبيبتدي يهلوس هلاوس سمعيه وبصريه، بس مع كل ده كان عقله واعي اكتر من اي وقت مر عليه في حياته، وتخلى عن نفسه وجسمه وافكاره وحدوده واختفى لحد ما فجاه مدربه بيو ظهر وحاول يضربه، لكن الفايز كان راي اللي استخدم صوابعه وجرحه، وساعتها اتخلى بيو عن اسلوب رايشن واداه اسم ميكازوشي، ونصحوا انه ما يبقاش زي البرق بل يكون البرق نفسه. بيعلن الحكم بدايه المباراه وبيحس نيزو بقوه راي، لكن الثقه بتطير بيه وترفرف بجناحاتها فبيهجم على راي لكنه بيختفي في لحظتها وبيضربه في دقنه وبيقع، وبتخلص المباراه في 6 ثواني بس وبيفوز راي. بيعيط نيزو على خسارته وبيحكي لدميه هولاند ان المباراه دي كانت وداع لموكي لان ديستني لاند كانت هتنضم لشركه تويو اللي استولت على مناطق كتير ودمرت احلام اكتر لمجرد ان رئيسها هايامي معاه فلوس عمال يبعترها يمين وشمال، فبتطلع البنت من الدميه وبتواسيه.
بيجي دور مباراة نيكايدو مع كيريو، وبيكون نيكايدو مدعبس في خلفية كيريو وعارف انه بيستخدم اسلوب كوي وهو من الجوجيتسو الكلاسيكي، فبيقلل من قدراته وبتاخده الثقة هو كمان وترفرف بجناحاتها. بيبدأ الحكم المباراة وبينقض نيكايدو عليه وبيجرح وشه وبيحاول يكمل ضرب، لكنه فجأة بيلاقي كيريو وراه بيضربه في كتفه ويكسره له بكل بساطة. بيتصدم نيكايدو بيسأله يعني اجرح لك جرح بسيط في وشك تقوم تردها لي بكسر في كتفي؟ ما كانش العشم يا ابن عمي. بيرد كيريو بكل سيكوباتية ما انت عشان جرحت وشي فلازم تديني حياتك مقابل الجرح ده. بيستخدم نيكايدو تقنية كيلونج وبياخد وضعية غريبة وبيقفل عينه بحيث يحس بوجود كيريو لو قرب منه، وبيحس بيه وبيهجم عليه فجأة وهو بيبرطم كلام صيني في ودانه. وبنعرف ان نيكايدو بيستخدم فن قتال صيني اسمه تين روكين، وتقنية كيلونج دي ليها 3 خطوات. الاولى الفراغ، بحيث بيضغط الهواء كله بايديه وبيسيبه مرة واحدة فاللي قدامه بيتشل عن الحركة لمدة ثانية. الثانية وهي الوهم، بحيث يبرطمه صيني من بتاع شيك شاك شوك في ودان الخصم فتركيزه كله يكون على كلامه. الثالثة وهي الضوء، بحيث يوجهه ضربة للخصم وهو تركيزه متشتت. بيقوم كيريو من الضربة فبيحيي نيكايدو على صموده، وفجأة بيلاقي نفسه بينزف دم وبيقع، فبيستوعب ان كيريو ضربه لحظة ما كان بيكلمه صيني. بيضحك كيريو وبيشكره وبيقول له انه شاف حلم قديم فيه الخطيئة اللي عملها، وان في نوعين من الناس، ناس يستحقوا السعادة وناس لا، وانا من النوع التاني وانت هتبقى الخطيئة بتاعتي. وبيتحول جسم كيريو فجأة وبيصحى جواه اشورا. بيهجم نيكايدو بس بيختفي كيريو وبيظهر وراه، فبيحاول يضربه بأي طريقة لكنه ما بيعرفش، لحد ما بيستخدم كيريو حركة اوما وبيبوظ له اتزانه وبيوقعه على الارض وبيدوس عليه برجله، لكن بيبعده نيكايدو وبيقوم، بس بيظهر كيريو من وراه وبيحط ايده على قلبه وهو بيقول له اسلوب كوي فيه تقنيتين بس، الاولى اسمها بلينك ودي اللي بتخليني اظهر وراك فجأة، والتانية وهي اللي هعملها فيك دلوقتي واسمها كف راكاشسا. بيصرخ نيكايدو من الألم عشان قلبه اتلوى من جوه، وبيفوز كيريو وبيبص لأوما وبيستفزه ببوسة شوزوزية رائعة طايرة في الهواء. بعد ما كومادا وآيفان اللي كنا فاكرينه اتقتل من ليهيتو طلع عايش، أخدهم ليهيتو ووظفهم عنده في شركته، وبيقعدوا يحتفلوا بالمناسبة السعيدة لكونهم ما بيبقوش عاطلين وبيشربوا لحد ما بيناموا. وبيصحى ايفان فجأة بيلاقي ليهيتو بيتدرب على كيس ملاكمة، فبيسأله هي بطولة كينجان لازم تشترك فيها وتخاطر بحياتك؟ بيرد ليهيتو انه مش قادر يتقبل فكرة ان في ناس اقوى منه ولازم يقاتل عشان يفوز بلقب الاقوى. بتبدأ المباراة ما بين ليهيتو وكروكي وبيهجم عليه ليهيتو 3 مرات، وكل مرة بيوقعه كروكي من غير ما يضربه، فبيتنرفز ليهيتو وبيسأله ليه ما بتضربنيش؟ بيرد انه ما بيضربش العيال الضعيفة والفرق بين قوتهم باين، فبيتعصب ليهيتو اكتر وبيقول له ما تقلش مني عشان ما يقلش منك، وبيحاول يهجم لكن بيوقفه كروكي بضربة في دقنه، فبيستخدم ليهيتو نصل السكين وبيجرحه، وبيتفاجئ كروكي من انه اتعور وبيقول له قبلت تحديك وبيستعد لمواجهته. وبيتفادى هجمة ليهيتو، بيصد ركلته وبيوقعه في الأرض وبيضربه بوكس لكنه بيتفاداه. بيتفرج سوادا على المباراة وبيفتكر ذكرياته مع ليهيتو أما كانوا في الثانوية ومش طايقين خلق ببعض، ومن أول ثانية شافوا بعض فيها بدأوها بتلطيش، ومن جواه بيقرر سوادا إن لو ليهيتو خسر قدام حد غيره هيبهدله. بيكمل ليهيتو هجوم على كروكي اللي بيصدها أو بيتفاداها لكنه ما بيعرفش يتفادى نصل السكين، وبيستغل ليهيتو الوضع ويضربه برجله، وبيكون فاكر إنه خلاص شبح وهيفوز مفيش في جمدانه 2، لكن بيرجعوا كروكي لأرض الواقع وبيطعنوا بصوابعه في دراعه وصدره باستخدام أسلوب كيوان الاغتيالي اللي بيتعلموا فيه أماكن الطعن وطاقة الحياة، واقصى تدريب فيه هو تقوية الجسم اللي بيفضلوا يدمروا فيه جسمهم عشان يبقى اقوى لحد ما تبقى قوة اطرافهم زي السيوف. بيقع ليهيتو وبينزف جامد وبيجهز كروكي عشان يقضي عليه، فبيشوف ليهيتو نهايته بالتصوير البطيء، بس بيحاول يعكس نتيجة المباراة للمرة الأخيرة ولكن بلا هدف. وبيصحى في أوضة وهو متضمد وبيلاقي ناوايا اوكوبو اللي بيقول له ان مفيش مكان في المستشفى فنقلوه هنا. بيفهم ليهيتو انه خسر وبيخرج بره المكان وهو محبط وبيعيط بحرقه، وبيفتكر كل الكلام السلبي اللي اتقاله عن انه ضعيف وملوش مكان في كينجان وسط كل الاقوياء دول. بيفكر الرئيس نوجي ان ليهيتو خسر وفوز اوما مشكوك فيه ومش متبقي له الا السين. من ناحيه تانية بيضحك الرئيس يشتكي على المقاتل اللي بعته نوجي عشان يقتله بس اتقتل. بتبدا مباراه سين مقاتل شركة نوجي وتشيبا مقاتل شركة يوشتاكي اللي بيدخل الحلبة في هيئة راجل عجوز، وبيتصدموا فجأة أما بيلاقوه بيتحول لمقاتل عادي بعضلات كبيرة. بيتحمس سين وبيسأله هي الست الوالدة كانت بتتوحم على حرباية بتغير جلدها فجابتك وبقت بتغير هيئتك؟ بيقول له تشيبا إنه بيتحول والناس بتسميه الراجل المجهول. بيرد سين إنه لقب سخيف لأن وشك معروف ولا مجهول ولا نيلة. فبيقول له تشيبا بص كده تاني، وبيتحول وشه لوش جولان وبيستخدم نفس حركاته، وبعدها بيتحول لشكل ناويا وبيستخدم نفس أسلوبه وصوته. فبيندهش سين وبيقول له تشيبا انه في الاساس ممثل من ممثلين العالم السفلي اللي بينتحلوا شخصيات مختلفه عشان يرتكبوا جرائم، بس انا ممثل مقاتل
وبقدر اقلد اي حركه اشوفها لاول مره، واتقنت 24 اسلوب قتالي، يعني اقدر اضرب زي جولان واهجم زي جون واثبت الخصم زي ايماي. ما بيهتمش سين لكلامه وبيستعد، في حين بيفكر تشيبا انه كذب كذبتين. الاولى انه يقدر يقلد حركات واساليب الشخص بس، لكن القدرات الجسديه زي نصل السكين بتاعه ليهيتو او قدره رايان ما يقدرش يقلدهم الا لو متوافقين مع قدراته الجسديه. والتاني انه اتفرج على ال 24 مقاتل وقدراتهم، بس في الواقع ما اتقنش غير شويه منهم. بياخد تشيبا وضعيه المقاتل المشهور اندروز فيلهو، وبيبدا الحكم المباراه فبيهجم تشيبا الاول وبيقلب على بروس لي وبيبدل بين المقاتلين اللي بيقلدهم، وبيمسك ايد سين عشان يستخدم تقنيه، لكن ما بيلحقش وبيلوي سين دراعه فبيقع وبيسدد له ضربه في وشه بتفقده وعيه، وبيفوز في مباراه مدتها 26 ثانيه بس. بيقابل يوشتاكي نوجي عشان يعترض على المهزله دي، فبيقول له نوجي انت مش فاهم وضعك الحالي لاني عرفت انك ارتكبت عنف جسدي قبل المباراه. بيرد يوشتاكي انه عارف انه قاصد يبعت له مقاتل يهدده بيه، بس هو قتله وهيفضحه ويخرجه بره بطوله كينجان. فبيضحك نوجي وبيساله متاكد؟ لو عملت كده هيسحبوا عضويتك من منظمه كينجان، لان الراجل اللي قتلته ده كان لسه داخل المنظمه امبارح، ولو نسيت القوانين افكرك ان اي صراعات داخليه بين اعضاء منظمه كينجان ممنوعه، ولو اتقفشت ساعتها هتخرج انت بشركتك بره المنظمه نفسها مش البطوله بس. بتبدا المباراه ال14 بين الدكتور هاجيمي العميل السري للحكومه اليابانيه وباندو السجين المحكوم عليه بالاعدام، بس سمحت ليه الحكومه يشارك في البطوله عشان يتخلصوا منه بشكل سري، لانهم حاولوا يعدموه من 25 سنه بس ما ماتش، رغم ان مده الاعدام كانت 90 دقيقه، ورغم انهم اعدموه 45 مره الا انه نجا منهم كلهم. بيعلن الحكم بدء القتال، فبيقرب باندو عشان يهجم، ولكن بيخلع هاجيمي وبيطعنه بصوابعه في اماكن الابر اللي اساسها اسلوب تشين نا المبني على نصوص طبيه صينيه قديمه قايمه على طعن الخصوم بصوابعهم في اماكن الابر اللي تقدر تشل حركتهم. ما بيستغربش هاجيمي من ان باندو ما اتضررش من اي ضربه من ضرباته، لان جسمه مختلف عن الجسم العادي، وبيطعنه في نقطه حيويه وهي رقبته، وبالرغم من ان هاجيمي كسر صوابعه وهو بيهاجمه الا ان باندو بيفضل ثابت كانه اتلسع من نحله مش اتضرب في فقرات رقبته الحيويه. بيقول له هاجيمي ان جسمه ومفاصله مرنه بطريقه مش طبيعيه، لان اول ما هاجمت رقبتك مسكتني وحشرت صوابعي بين العظم القذالي والفقرات العنقيه وكسرتهم، وده معناه ان مفاصلك تقدر تتحرك 140 درجه. بينبهر باندو بتحليله وبيلف مفاصله كلها عشان يثبت له ان تحليله صح، وبيجهز عليه عشان ينهي القتال، بس بيجرحه هاجيمي في ايده وبيهاجمه في كتافه بسلاحين طالعين من ايديه، وبيكونوا في الاساس مصنوعين من عظم فخاده، وهو اللي عمل العمليه الجراحيه لنفسه من اولها لاخرها. بيلاحظ باندو ان هاجيمي ما بيحسش بالالم، وبيطلع عمل عمليه قلل فيها من الناقل العصبي وحجب شعوره بالالم كليا. بيهجم هاجيمي على باندو برجله، فبيلاحظ باندو انه حقن كعب رجله بغاز مضغوط، وبيقول له مع احترامي ليك كدكتور جراحه بس انت محتاج تشوف دكتور مجانين يكشف على دماغك الملسوعه دي بالهباب اللي انت بتعمله في جسمك. بيرد هاجيمي بليه الغلط والاهانه دي؟ ما انا دكتور وشخصت نفسي اني مش طبيعي، بس مش معنى كده اني مجنون لا قدر الله. وبيطعنه هاجيمي بسلاحه، لكن في المقابل بيكسر باندو رقبته، وبيفكر انه كان هيموت لو ما حركش مكان عموده الفقري بسرعه، لان لو الطعنه جت في الجزء السفلي من جسمه بالاخص الضفيره الشمسيه كان زمانه مات. بيفوز باندو وبيشيله هاجيمي على نقاله، وبتعيط عليه الممرضه، وبيتفرج رئيسه دازاي عليه من بعيد لحد ما بيقرب وبيعدل له رقبته المكسوره. فبيفوق هاجيمي من الموت وبيتخضوا منه، فبيقول لهم انا دكتور يا جماعه، يعني جهزت نفسي قبل ما اموت وزرعت جهاز في قلبي يجبره انه يدق وافضل عايش. بيسالوا دازاي قمت بمهمتك؟ بيطمنوا هاجيمي ان باندو هيموت قريب، وفعلا بيستعد باندو لخروج روحه من جسمه، وبيكون هاجيمي زرع فيروس معدي في جسمه واتنقل عن طريق دمه للدم باندو، فتاثر بيه، لكن ما اثرش على هاجيمي لان جسمه مضاد للفيروسات، وبكده اعدمه باندو اخيرا. بتبدا مباراه جولان ضد كانيدا، اللي بنعرف من ماضيه انه من اول ما اتولد وجسمه كان ضعيف لدرجه انه كان هيموت مرتين، وعمل 4 عمليات جراحيه وهو في ابتدائي، بس كان بيتميز بحاجه واحده بس وهي جشعه للقوه. بيراقب كين استعدادهم للمباراه، فبيكلموا كازو وبيلاقيه متغير في معاملته معاه، فبيتمنى له الفوز وانهم يفضلوا اصحاب سوء يسكروا مع بعض مهما كانت النتيجه. بيطلع كين ازازتين من جيبه وبيقول له انا بس كنت متغير بسبب هايامي رئيس تويو اللي هددني اتعاون معاه، لكني رفضت، فبينا نشرب يا صاحبي. ويولع هايامي بشركته. بيبدا الحكم المباراه وبيجهز جولان وضعيه الملاكمه، اما كانيدا بيجهز وضعيه الكاراتيه، بس جسمه بيحاول يهرب بالفطره من قوه جولان، ولكنه بيصر وبيقرب للهجوم عليه، بس بيضربه جولان لكمات سريعه ورا بعض، بس بيلاحظ ان كانيدا قرا حركاته وادى رد فعل في ساعتها. بيهجم جولان عليه تاني، لكن بيصد كانيدا كل هجماته وبيحاول يكعبله، بس بيتفاداه جولان وبيضربه في وشه، فبيمسكه كانيدا من دراعه عشان يوقعه، لكن ما بيقعش، وفي المقابل بيضرب كانيدا في بطنه. بيكمل جولان هجوم عليه وبيتفادى كانيدا ضربته في الدقن في اخر لحظه، وبيمسكه يشقلبه على الارض، وبيحاول جولان يضربه بس بيبعد كانيدا عنه بسرعه.
بعد ضرب وصد كتير بيفقد كانيدا توازنه للحظه، فبيستغل جولان الوضع وبيسدد له ضربه في بطنه وبيقع كانيدا على الارض، فبيستعد جولان للمشي من المباراه، بس بيوقفوا كانيدا وهو بيزعق له انت بتستخف بيا لمجرد اني ضعيف؟ انا من مشجعينك وبحب اتابعك، وحتى لو شايف ان الفرق بين قوتنا واضح ما تستخفش بيا، لان مفيش حاجه غلط في كوني مجرد ضعيف بيطمح للقوه. بيقبل جولان تحديه وبيعتذر له انه اشفق عليه وكان لازم يعامل خصومه كلهم بنفس الطريقه من غير تمييز، وعشان كده هيستخدم قوته الحقيقيه معاه. بيشكره كانيدا وبيهجم عليه 9 هجمات بيتفاداهم جولان كلهم، وبيجي عند الهجمه ال10 بيتهزم كانيدا وبيفوز جولان. بيتكلم هيمورو في المستشفى قدام سرير كانيدا وبيقول لهم انه طلب منه ما يدخلش البطوله لانه اكتشف شنطته المليانه بادويه ومسكنات وحقن عصب كتير، وقال له اسلوبك التحليلي في القتال اللي بيخليك تاخد الهجمات مباشره ده هيقتلك. فضحك كانيدا ساعتها ورد بانه هزمه فاكيد هيهزم اي حد تاني. بيتقبل كين الخساره وبيقول لكازو انه مش زعلان وكده كده قرب يسدد ال5 مليار من فلوس مشاريعه ال4، وان هدفه الاساسي هو ان اسم شركته تتشهر وتظهر في الاعلام عن طريق مقاتليه زي هيمورو وكانيدا. بيجي ميعاد اخر مباراه في اول مرحله وهي مباراة أجيتو ناب ميتسودو ضد أوكوبو، وبيفتكر واكاتسوكي معركته مع أجيتو اللي خسر فيها قدامه وبينوي إنه ينتقم منه. بيتحمس الجمهور أول ما بيظهر المقاتلين وبيهتفوا لأجيتو، فبيزعل أوكوبو وبيقول لهم وأنا ماليش هتافاية أو حتى تشجيعية واحدة يخرب بيت الظلم، ويبص لأجيتو وبيقول له لو كنت بلعب فيديو جيم كنت أنت هتبقى الزعيم والوحش الأخير اللي بيتهزم على إيد بشري. وبيستعد كل واحد فيهم بوضعيته وبيعلن الحكم بداية القتال، فبيهجم أوكوبو بس بيوقفوا أجيتو وبيضربوا بركبته في مناخيره وبرجله في ركبته ودراعه، وبركبته تاني بيضربوا كذا ضربه في بطنه لحد ما بيوقعوا اوكوبو وبيثبته على الارض. بنعرف ماضي اوكوبو وانه بدا حياته في نادي مصارعه وفاز بالبطوله الوطنيه في ثانوي، وبعدها ساب المصارعه واتجه لملاكمه المبتدئين وبقى عضو في الفريق الوطني، بس برضه سابها واتجه للفنون القتاليه المختلطه. فافتكروه الناس انه اكيد هيسيبها بعد فتره زي عادته، لكن مع ان اوكوبو ساب المصارعه الا انه كان بيتدرب عليها كل يوم، وساعتها لاحظ اهميه تقنيات التثبيت في الفنون القتاليه. بينقض اوكوبو على ايجيتو وبيحاول يثبته ويضربه، بس بيصد ايجيتو كل ضرباته وبيثبت دماغه برجله. بيخلع اوكوبو من التثبيت بس بيثبته تاني من رقبته، وبيفضلوا يبدلوا بين التثبيت والفك وبيلفوا حوالين بعض ولا اجدعها تعابين لحد ما بيضربوا اوكوبو بوكسات بس بيصدها ايجيتو كلها، وبيرفعوا بويركو وبيبعدوا عنه. بيقرب اوكوبو من ايجيتو وبيسددوا ضربه في وشه فجاه وبسرعه وبيرزعوا على الارض وبيكمل ضرب فيه، فبيبعدوا ايجيتو لكن بيضربوا اوكوبو برجله وبيسدد ضربات كتير ليه بتدهش الجمهور من ضربه للناب اللي بيرجع سببه لاختلاف فنون القتال اللي اتعلمها اوكوبو. بيكمل اوكوبو ضرب فيه لحد ما بيقع على الارض وبيفضل مستنيه يقوم لانه عارف ان ضربته برجله ما جاتش فيه. بيقوم ايجيتو وهو بيضحك ضحكه سايكوباتيه ووشه غرقان دم، وبيهجم فجاه على اوكوبو وبسرعه شديده بيسدد له لكمات في كل ناحيه في جسمه. بيوشك اجيتو يخلص عليه بس بيستوعب انه فاقد الوعي اصلا، فبيسيبه وبيمشي وبيفوز بالمباراه. بيفوق اوكوبو في المستشفى وبيكون مصدوم وبيفكر بخوف هو ازاي هيقدر يهزم مقاتل بيتطور في المباراه نفسها وبيشوفها حاجه مستحيله. بيقابل واكاتسوكي اجيتو وهو خارج فبيساله ناوي تفوز في المرحله الثانيه وتقاتلني؟ بس بيرد بداله اوما وبيقول له انا اللي هفوز. بيرد اجيتو انه ضعيف مش هيقدر يكمل المرحله الثانيه، فبيتحداه اوما وبيقول له تعالى نجرب، لكن صوته الداخلي اللي على هيئه نيكو بيوقفه وبيقول له انت مش هتقدر حتى تهزم واكاتسوكي عشان تفكر تتحدى اجيتو اللي مش هتعرف تهزمه الا لو استخدمت الاندفاع اللي هيموتك قبل ما تهزمه بيه. بيتعصب اوما من كلامه وبيزعق له بصوت عالي وبيندفع ناحيه اجيتو ويضربه، لكن بيوقعه اجيتو بركله واحده وبيقول له انت ضعيف وخصمك المباراه الجايه هيكون رايان وهو اقوى منك. بيتمرن اوما وبيدمر الصخور وهو عمال بيفتكر كلام اجيتو ليه بانه ضعيف، وبيوشك يضرب الصخور تاني بس بيظهر شبح نيكو قدامه وبيقول له السبب انك ضعيف وانك مش بتثق باسلوبك القتالي وده بيخليك تشك فبتخسر خفه حركاتك. بيرد اوما انه كان عايز يكون الاقوى فتعلم اسلوب نيكو، ولكن لما لقاه خسر ازاي هيثق تاني في تقنياته وهو ضعيف وخسران. بيأكد نيكو على كلامه وبيقول له فعلا باسلوبي مش هتقدر تفوز على رايان، فبيتعصب اوما وبيضرب الصخور. بتبدأ المباراة الأولى في المرحلة الثانية ما بين إيماي وأكويا وبيستعدوا بوضعياتهم، بس أول ما الحكم بيعلن البداية بيغير إيماي وضعيته لوضعية ملاكم وبيقرب وبيضربه برجله في ركبته، ولكن الضربة ما بتأثرش في أكويا. بيحاول برجله مرة تانية وبيتفاداها أكويا، بيديله إيماي بوكس بس بيتفاداه أكويا تاني وبيضربه في دراعه، وبيجي وقت هجومه على إيماي بس بيوقفه بركبته وبيفضل يبعد ويهرب منه.
بتكلم هياما اكويا وبتقول له انها خلصت تحليل حركات وتنفس ايماي، فبيستعد اكويا وبياخد وضعيه اجيتو اللي شافها، وبيكونوا جمعوا بيانات معركته وظبطوها بحيث تتناسب مع جسم وقدرات اكويا. بتديله هياما التعليمات، فبيهجم على ايماي من اليمين وبيكسر له عظم معصمه وبيضربه بوكس، فبيتفاداه بس بيكون عارف تحركاته وبيضربه في رجله. بيلاحظ اكويا ان ضرباته لايماي مش دقيقه زي معلوماتها، فبتقول له انه بيتكيف بسرعه بس قدامك ما عندوش فرصه انه يفوز. فبينزل اكويا ضرب فيه بسرعه بس بيصد ايماي كل ضرباته، وبيبص له وهو بيضحك ضحكه خبيثه وبيكون مخطط لكل ده. وفجاه بيلف رجله على راسه عشان يثبته ويخنقه، بس بيحط اكويا ايده في اللحظه الاخيره ويمنعه من انه يوصل لرقبته، وبيحاول يرفع جسمه برقبته. بيستغرب اكويا هي ليه هياما ما عملتش اللي متفقين عليه، ان اول ما ايماي يستخدم اسلوب التركيز تبعت له هياما اشاره بحيث يشتت تركيزه بنفسه ويضربه فما يعرفش يثبته. وبيتساءل ليه اتاخرت اشاره هياما، بس بتكون هياما اتفقست من ادم ونيتشي هونجي عشان كانوا شاكين ازاي اكويا عارف كل حركات ايماي. وبيقول لها نيتشي هونجي انهم حققوا عنها وعن خلفياتهم بس ما كانش عندهم دليل واضح وانها موهوبه، وساعتها البيولوجيه دقيقه مع حركات اكويا وسرعه ردود افعاله، فكان سهل انه يحل اللغز. ويخيرها نيشي هونجي بين انهم يفضحوها، وساعتها منظمه كينجان مش هتعمل حاجه ما دام الحكم ما يعرفش، بس ما حدش هيثق في شركتها تاني، وما بين انها تخضع وتخلي اكويا يتراجع بس ما بيلحقوش. وبيلاقوا اكويا بيفكر هياما باللي قاله لها في اول مباراه، انها لو قررت غلطتها تاني هيتخلى عنها. بيلف ايماي وبيخنق اكويا بدراعه، لكن بيعوروا اكويا جامد، فبيضطر ايماي يبعد، لكن مش بيسيب له اكويا فرصه، وبيستهدف عينه برجله، بس بيبعد ايماي بسرعه، فبيمسك اكويا وسطه وبيحاول يضربه ايماي بكوعه عشان يبعد، ولكن فجاه بيطلع اكويا اكل لحوم البشر اللي جواه وبيعض ايماي من فخدته، فبيصرخ من شده الوجع. بتقول لهم هياما ان اكويا العداله لحست دماغه، وبقى كل ما يقبض على مجرمين بيتغير اكتر وبيبقى اعنف، وغريزه القتل عنده بتزيد. ومن ساعتها وهو بقى يطلب منها ترشده ويمشي تبع تعليماتها عشان يخفف من عنفه، يعني هي اللي كانت بتخليه يسيطر على قوته وغريزته ويتحكم فيها، لان طول ما بيقاتل الوحوش بيتحول تلقائيا لوحش زيهم. بيقطم اكويا في فخده ايماي ولا كانها فخده جدي، وبيقطع له شرايينه، وبيعاني ايماي من النزيف، في حين ان اكويا قاعد بيمضغ في لحمه اللي قطعه وبيستطعمه وهو ني، وبيقول له لحمك مش كريسبي ودمك مش جوسي قوي، تقييمي ليك كبني ادم هو 1 من 10، ويلا وقف النزيف عشان مش هسمح لك تموت قبل ما اعلمك العداله الحقيقيه. بيتعش ايماي من الخوف والرعب لانه شايف قدامه مسخ على هيئه بشر، وبيبعد اول ما بيلاقي اكويا بيقرب منه وبيحاول يضربه، بس بيوقعه اكويا وبيقعد فوقيه وبيشوفه مرعوب والخوف مسيطر عليه، وبيعلن استسلامه، بس بيوقفه اكويا قبل ما ينطقها وبيقول له مش هسمح لك تستسلم، وبيغز صباعه في اعصابه الوربيه وما بيعرفش يصرخ ايماي من قوه الوجع اللي حسه، ومع ذلك بيكمل اكويا طعن في نفس المكان، فبيفقد ايماي وعيه، لكن ما بيرحمهوش اكويا وبيفوقه تاني وبيقول له لسه عندك 24 ضلع محتاجين يتكسروا، هكسرهم واحد واحد، وانا بفهمك معنى العداله وطهرك من خطاياك وذنوبك بالموت البطيء لحد ما تبقى روحك صالحه ونقيه. بيترعب الجمهور والمقاتلين من التعذيب اللي شايفينه، وبيستغربوا الحكم ما بيوقفش المباراه ليه، بس الحكم ما عندوش صلاحيه يوقفها ما دام ما حدش استسلم او فقد الوعي. بيتشتت وعي ايماي من الالم وما بيكونش قادر يعد كام ضلع اتكسر منه، وبيستعد انه يموت، بس بيفتكر مدربه كيو ريتشي وهو بيقول له لسه الطريق قدامه طويل عشان يبقى اقوى، وانه مش هيعرف يهزمه لو فضل في مكانه مش بيتحرك او بيتطور. وفجاه بيرجع ايماي للواقع ويعض ايد اكويا اللي بيبعد عنه عشان حاول يهجم على مستقبله اللي لو اتدمر مش هيسمع كلمه بابا طول حياته. بيقوم ايماي وهو متدشدش من كل حته ومش قادر يقف على بعضه، بس الادرينالين عامل عمايله ومخفف كتير من الامه، وبيحاول يكسر لاكويا دراعه اما بيقرب يضربه بس بيفشل، فبيضرب في اكويا ضربات متتاليه وبسرعه لحد ما بيهجم عليه اكويا بضربه في ضلوعه المكسوره، ومع ذلك ما بيقعش وبيتحمس اكتر انه يفوز عليه وبيهجم بكل شجاعه وبتتطور هجماته، بس بيخنقه اكويا وهو مصر يكمل محاضرته عن العداله وتطهيره من ذنوبه. فبيضربه ايماي برجله في وشه وبيعور عينه وبيهرب منه ناحيه الحكم. بيدور عليه اكويا وبيفتكره الحكم، وفي لحظتها بينط ايماي عليه من ورا يخنقه وبيحاول يثبته، لكن بيرجع اكويا بظهره جامد ويخبطه في الحيطه ورا بعض لحد ما بيقع ايماي وبيفلت منه اكويا وبيوشك يهجم عليه، بس بيكلبشه ايماي تاني، فبيحاول اكويا يفلت منه وبيضربه في ضلوعه المتشتشه. بيصرخ ايماي من شده الالم لكنه بيفضل خانقه وبيصمم انه مش هيحله النهارده. بيسكت كل الموجودين وهم مترقبين مين فيهم فاز، وبيرفع ايماي ايده فبيعلن الحكم فوزه على اكويا. بعد المباراة بيجي نيشي هونجي بيقول لأكويا انه قوي وكان ممكن يفوز على ايماي لو ما سابش غرايز القتل تتحكم فيه، وبيقول له ايماي انه استمتع بالقتال ضده ولو جسمه المدشمل ده يسمح كان زمانه لعب ضده تاني. بتقرب مباراة اوما وبيكون كازو قاعد قلقان ومتوتر عمال يفكر في ديونه وحياته اللي راهن بيها على الفوز،
فبيجي له اوما وبيقول له ثق فيا وفي فوزي، وبيقاطعهم الزعيم كيور ومعاه رايان، وبيطلب من كازو انهم يلعبوا لعبه والجايزه هي ابنه كينزو. بيستغرب كازو هو عايز ايه من ابنه، فبيقول له كيور ابنك هو اللي اسس شركه اندر ماونت وهو رئيسها الفعلي، لكن اوتا ده مجرد رئيس شكلي واللي بيحركه هو كينزو، بس كل ده ما يهمنيش، واللي يهمني هو ان كينزو فاكر انه خدعنا واننا لعبه في ايده، ومع اننا قبلنا نكون ممثلين الشركه ما دام معاهم فلوس واكيد مش هنضر مستخدمنا، بس بما ان مفيش اي ورق رسمي بيبين علاقه كينزو بالشركه فنقدر نقتله في اي وقت عادي، ولو اوما فاز على رايان مش هنقرب من كينزو. بيضحك رايان وبيستفز كازو وهو بيقول له انه هيفوز في الحالتين، لانه لو خسر هيتخلص من ابنه الزباله وديونه هتتسدد من غير مقابل. بيتعصب كازو وبيقول له اسحب كلامك الجارح، انا ابني مش زباله. فبيجرحه رايان اكتر بالحقيقه المره وبيقول له انت بتدافع عنه ليه وانت ما قدمتلوش اي حاجه ولا اهتميت بيه طول ال10 سنين اللي فاتت، جاي تلعب لعبه الترابط الاسري بين اب وابنه دلوقتي ليه؟ اكيد من جواك بتفكر امتى يموت، انا جبت عيل فاشل ملوش لازمه غير انه حمل كبير عليا ومستني بفارغ الصبر معاه بموته. بيصوت كازو وهو بينكر كلام رايان وبيسد ودانه مش عايز يسمع وسوسته ليه والافكار السوداويه. فبيتقدم اوما ناحيه رايان وبيقول له هي عيله كيور كلها موهوبه في الرغي كتير وتعبانه في القتال ولا ايه؟ بيرد رايان شوف بقينا في زمن الضعاف اللي زيك بيتكلموا وبيعترضوا. بيوقفهم كيور وبيقول لهم كملوا عركتكم في المباراه. بيقول اوما لكازو قبل المباراه انه ما يقلقش لانه هينقذ ابنه، فبيحكي له كازو ان كينزو من صغره كان طفل ذكي وبيعرف حاجات صعبه عليه هو كشخص كبير، وكان فخور انه ابنه، لحد ما جه يوم ولقى كينزو بيوريه دماغ انسان صنعها من الخلايا العصبيه للفار، وبيقول له انه لسه مش مكتمل ولازم يكمل ابحاثه لان الانسان محتاج يتطور. وساعتها حس ان كينزو جواه وحش مش بني ادم، فبقى بيسيبه لوحده في اوضته وهو خايف يقرب منه ويشوف هو اتغير قد ايه. بيلوم كازو نفسه على تربيته وغلطاته وهو بيعيط، بس بيقول لاوما ان رغم كل ده كينزو لسه ابنه وعمره ما هيضحي بيه، وبينحني لاوما وهو بيتوسل له انه يفوز في المباراه. بيلاقي كينزو تجمع حوالين بيته من ناس كتير وشرطه، ومن ناحيه تانية ابوه بيتصل بيه، وفجاه قنبله بتتفجر عند بيته وبيكون في 2 من عيله كيور بيراقبوه وهم اللي حاطين القنبله، وبيتصدموا من منظر البيت وهو محمي بنوع معين من الصفيح ضد التدمير. بتبدا المباراه بين اوما ورايان اللي بيتحمس في اول المباراه ورغبته للقتل بتزيد، فبيهجم على اوما لكنه بيتضرب منه وبتزيد سرعته في الهجوم عليه من كل الزوايا، وبيمسك رايان ايده الاثنين عشان يمنعه من الهجوم، لكن بيضربوا اوما برجله في منطقه حساسه وبينقض عليه بكل انواع الضرب والهجوم، بس بيوقعوا رايان بضربه واحده على الارض. بيحكي زعيم كيور لراما حاكم مملكة تايلاند إن قوة استحمال رايان لهجمات أوما دي نتيجة لاختيارهم أنواع محددة تنتج نسل أقوى من البشر العاديين بحيث يستحملوا كل الآلام، ويفرز مخهم 20 مادة مخدرة. بيستفز رايان أوما وبيقول له استخدم تقنية الاندفاع بدل ما هجماتك ما بتعورش دبانة حتى. بيهجم أوما عليه بإيده بس بيوقفها رايان وبيشقلبه على الأرض، وبيحاول يدوس عليه برجله بس بيهرب أوما، فبيمسكه رايان من شعره وبيهبده في الأرض كذا مرة وهو بيقول له ما تبقاش جبان وتهرب بقى، ويدوس على راسه وبيأمره يتحول للاندفاع. بييأس أوما وبيفقد أمله في أسلوب نيكو وبيقرر يعتمد على الاندفاع اللي هيفوزه، وبيقوم بعد ما بيتحول وفي لحظة بيضرب رايان في بطنه وبينزل ضرب فيه، بس بيسدد له رايان ضربة وبيقول له هو ده آخرك، وبيوشك يضربه تاني لكن بيصدها أوما وبيضربه وبيتبادلوا اللكمات. فبيقرر رايان يستخدم أسلوبه السري ويتحول هو كمان وبينزلوا ضرب في بعض. بيراقب كازو أوما وبيكون لاحظ وقلبه حس إن أوما كل ما بيستخدم الاندفاع جسمه وخلاياه بتتدمر، وبيجي هاجيمي من وراه بيقول له إن مصدر طاقة أوما هو قلبه اللي بيسرع دقاته إراديا، فبتنشط الدورة الدموية وبيسخن جسمه وبيبقى رياضي، بس آثاره الجانبية بتبدأ بتضرر الأوعية الدموية ونزيف في الدماغ وتشويش في الذاكرة أو فقدانها وهلوسات سمعية وبصرية، وفي النهاية قلبه هيوصل لحده وهيموت، وبما انه في العادي بيرهق جسمه 5 أضعاف الحد المعتاد فحياته دلوقتي في خطر. بيفكر رايان انه لو استخدم اسلوب واحد من اساليب كيور كان زمانه خلص المباراه في لحظه، لكنه قرر يستمتع بيها على الهادي وبوكس من هنا على بوكس من هناك لحد ما جسم اوما بيتقل جامد، وبيستغل رايان الوضع وبيخنقه بايد ويضربه بالثانيه. وبيجي كازو بعد ما حاول يتصل بكينزو يخليه يهرب ويوقف مباراه اوما، بس للاسف الشرطه بتكون قبضت عليه عشان القنبله، وبيرجع كازو يلاقي اوما واقع على الارض قدام رايان. بيتصدموا كلهم بأوما ما بيتحركش من مكانه، وبيرفض كييرو يصدق انه اتهزم قبل ما يقتله، وبيوشك الحكم يعلن خساره اوما، بس بيمنعه رايان وبيهدده بقتله لانه مستني اوما يفوق تاني ويكملوا لطش في بعض بكل متعه. بيعيط كازو وهو بيلوم نفسه وبيتوسل لاوما انه يقوم، وبيكون اوما مفتح عينيه وشايف شبح نيكو بيهزقه وبيقول له ان اسلوب نيكو جامد ومفيش منه اتنين، وعشان يعرف يستخدمه صح لازم يعتمد على اساليبه الداخليه وطريقته الشخصيه في الحياه كصراعات وكفاحات، كل ده هيتراكم ويخليه اقوى.
وبيختفي شبح نيكو على صوت صياح كازو وهو بيمجد في اوما وبيشجعه يكمل القتال، وبيقول له انا كنت مجرد رجل اعمال بائس، بس انت خليت لحياتي طعم ومعنى ورجعت لي حماس شبابي، فانت بطل بالنسبه لي، والبطل لازم يقف على رجليه ما يستسلمش. بيقوم اوما بصعوبه وهو بيشكر كازو من جواه، وبيقول لنيكو يراقب اساليبه وطريقته في الفوز، وبيصد هجمه رايان وبيضربه في بطنه بتقنيه التصلب واللهب، وبيفتكر تعليمات نيكو اما كان بيقول له يستغل سرعه خصمه ضده وده هيزود من قوته المدمره اضعاف. وبيضرب اوما رايان بوكس تاني وبيخنقه بعدها، بس بيرفعه رايان ويحدفه بعيد، وبيجي يهجم بس لكمته ما بتوصلش لاوما، لكن لكمه اوما ليه بتوصل له، وبيكعبله وبيقعد عليه وهو مثبت دراعه، بس بيبعده رايان وهو بيفكر انه اول مره يشوف تقنيات زي دي. بيظهر شبح نيكو تاني وبيقول لاوما ان ده اسلوبه الخاص وعلى ايده هيطور اسلوب نيكو بنفسه، وبيودعه وداع اخير. بينادي كازو اوما وبيقول له ان رايان مش هيقدر يستخدم تقنيته السريه اللي بيتحول فيها لان ليها حدود، وهو لو ما كانش في حاجه منعاه كان زمانه خلص عليك، لكن هو دلوقتي في وضع بشع زيك. فبيستغل اوما الوضع وبيضرب رايان في رقبته اللي اتعرضت للضرب كتير، وبيفقد رايان وعيه لمده جزء من الثانيه، فبيستخدم اوما تقنيه التصلب والماء وبينهيه بضربات متتاليه في وشه لحد ما بيوقفوا الحكم وبيعلن نهايه المباراه بفوز اوما. بيفرحوا كلهم بفوزه وبيجري كازو يحضنه وهو بيعيط، وبيلاحظ اجيتو وكروكي ان اوما وريث نيكو. ومن ناحيه تانيه بيتنرفز كيريو وبيتعصب ان اوما ما اعتمدش على تقنيه الاندفاع واعتمد على اساليب مدربه نيكو اللي دايما بيعترض طريقه من زمان. بينحني كازو قدام كيور وهو بيعتذر له عن اللي عمله كينزو مع انه مش مسامحه على اللي عمله في ابنه. بيهدده كيور انه لو عصبه هيقتله، فبيقول له كازو مش هتقدر تقتلني من غير ما تتدمر عيله كيور بعدها، لانكم مجموعه مغتالين موثوق فيهم وبتلتزموا بعقدكم مع زباينكم، يعني اساس علاقتكم هي الثقه، فلو سمعوا انكم قتلتوا حد بسبب ضغينه شخصيه تفتكر ايه اللي هيحصل؟ بيرد كيور انه يقدر يقتله من غير ما حد يعرف حاجه، فبيطلع له كازو الموبايل وبيقول له هو انا عجوز وجاي من الغيط بس افهم في التكنولوجيا جامد، حتى بص العده اللمسه اللي جبتها وسجلت لك بيها كلامك اللي اتحمل على جهاز سري في شركه نوجي ومش هيتمسح بسهوله. بيقول له كيور هي حياتك مش مهمه لدرجه تضحي بيها عشان خاطر ابنك؟ فبينفعل كازو وصوته بيعلى وهو بيقول له ان كينزو مهم بالنسبه له واوما كمان مهم وهيعمل اي حاجه عشانهم وعشان يحميهم حتى لو معناها انه هيقف ضد عيله كيور. بيرد كيور وبيقول له يا راجل عيب عليك الكلام الكبير ده وانت ركبتك عماله تخبط في بعضها من الرعب، وبعدين انا كنت برخم عليك شويه وخلاص لغيت انهم يقبضوا على كينزو. بيفكر كيور بعد ما كازو بيمشي انه في شبه من كاتاهارا مع انه مختلف عنه في كل حاجه، وبيكون نوجي عند كاتاهارا بيصر على انه يعمل انقلاب في منظمه كينجان. بتفرح كارورا بفوز اوما وبتستعد لانها تتجوزه وتجيب منه عيال، فبيفكر هولس ان جواز اوما منها وارد بس كيور هيفضل مصمم انه ما يجوزهاش منه. بيرن كازو على ابنه وبيرد اخيرا فبيطمن عليه وبيقول له اما روح نبقى نتكلم مع بعض كتير، وبيقفل ويروح يعيط عند اوما وهو بيشكره على انه انقذ كينزو. وبتستمر بطولة كينجان. بتنتهي الجولة الأولى من مباريات كينجن اللي بتراهن فيها الشركات على استثماراتها وحيواتها، وبتبتدي تاني جولة لتحديد الفايز فيها، لكن وسط المعارك والمباريات بيكون أوهما بيكافح وسط معاناته. بعد انتصار أوهاما على ريان بيجي الكل يهنيه، وبعد ما بيسيبوه بيغمى عليه فجأة وبيقع، فبيضطر يروح للدكتور هانافوسا يكشف عليه، وأثناء علاجه في المستشفى بيحلم بماضيه مع مدربه نيكو اللي أنقذه من وسط أوباش عن طريق تقنية النهج الداخلي لأسلوب نيكو. فبيقول لهم هانافوسا جسمه عايش تحت ضغط كبير مدمره، بس لو اتعالج كويس واخد راحته اخره هيعيش، لكن مش هينفع يشارك في قتالات لاخر حياته، وده ابشع ما يمكن انه يحصل لمقاتل زيه. بترجع بطولة كينجان من جديد بمعركة جديدة بالران هولد واكتسوكي، واللي اتولد من عيلة غنية وكان وزنه ضخم مقارنة بالاطفال، فحصوه الدكاترة وتوصلوا لان اليافه وعضلاته اقوى واشد ب 52 مرة من الشخص العادي، وقوته هايلة بضربة واحدة يفرتك الاسمنت الصلب. اما راين هولد فبنى قوته وعضلاته عن طريق الادويه والعقاقير والحقن اللي في الغالب بتدمر الجسم، لكن جسمه كان وعاء مناسب ليها فزادت من قوته المهوله. من 33 سنه بنكتشف ماضي واكاتسوكي اما كان محجوز في مكان وهو طفل، وبكل سهوله بيكسر دراع بلاي ستيشن مصنوع من التيتانيوم خصيصا له. بيطلب ابن المدير يكلمه على انفراد وبيقنعه يضربه بكل قوته، فبيوافق وبيديه بوكس يطيره ويدشمله. فبيقرر الابن انه يستثمر قوه واكاتسوكي لصالح شركته واللي ورثها من ابوه. بتبدا المعركه بين واكاتسوكي وراين هولد اللي بيتصادم لكماتهم وبتنزف قياداتهم من شدتها. بيندفع واكاتسوكي يديله واحده في بطنه فبيضربه راين هولد، لكن بيصدها واكاتسوكي، بس بيدفعه راين هولد لاخر الحلبه. بيبعده واكاتسوكي وبيديله لكمات متتاليه في وشه، لكن بياخد صفعه في المقابل تخليه يتراجع. بيضرب كل واحد فيهم بوكس في وش التاني، بينزلوا بوكسات متتاليه وصد ليها في المقابل لحد ما بينزل راين هولد بدراعاته
بيتفاوتوا الاتنين على راس واكاتسوكي بغشومية. بيقوم واكاتسوكي يهجم فجأة بتقنيته الخفية الجوهر المتفجر اللي كان شايلها عشان يعارك بيها ضد كانوه نائب موتسودو. بيقلص جسمه وبيوجهه ناحية نقطة واحدة وهي جوهرة في مركز جسمه، فبيطلقوا بسرعة كبيرة. بيدفعوا واكاتسوكي جوه الحلبة فجأة، لكن بيشيلوا راين هولد يهبطوا على الأرض. بيفكر يقرب منه لكن بيقلق وبيتراجع، فبيندفع واكاتسوكي تجاهه برجله المصابة يضربه بالجوهر المتفجر، لكن بيقفشه راين هولد وبيحاول يكسر عظمه وعضلاته. بيتألم واكاتسوكي جامد، وفجأة بينكمش ويقلص جسمه وبيستخدم الجوهر المتفجر علشان يفك نفسه. بيهاجم فبيصد راين هولد رجله وبيهبده على راسه وبياخده من قفاه يدشمل به الحلبة، وبينزل لكمات في وشه. بيحدفه على الحيطة وبيندفع تجاهه لكن بيصدها واكاتسوكي بدون وعي. بيتحفز وهو بيفتكر ماضيه وهدفه في هزيمة نائب موتسودو، فبيقوم يشكم راين هولد شلوت سريع في رقبته وبيلف يديله واحدة تاني يجيب له ارتجاج، وبيقع وبتخلص المباراة بفوز واكاتسوكي. بتبدأ المعركة التانية بين موتيبا، أقوى قاتل مستأجر في أفريقيا واتشهر بكونه قتل طائم كامل في أقل من دقيقتين. بيدخل سيكي للمعركة بالنيابة عن سيكا بايشي بميك اب مهرج يبهرهم. بيعلن الحكم بدء القتال، فبيندفع موتيبا بصوابعه ويحاول يغزى عينيه، لكن بيصده سيكي بسهولة، وبينزل بكفيه الاتنين على دماغه وبينزل فيه لكمات وضربات مش قوية لكن كفيلة تخلي اللي قدامه وزنه يختل. بيحاول موتيبا يوقفه لكن بيكلبشه سيكي وبينزل عليه بهجمة تثبيت الراس وبيقع. بيحاول موتيبا يخلع منه لكن بيمسك له ودانه وبيخترق طبلة اذنه. بيبعد موتيبا عنه بسرعة، بيقرب سيكي منه يهاجمه لكن بيعوره موتيبا في رقبته، فبيعرف مكانه وبينزل لاتش ودهس فيه بقبضاته. بيتراجع سيكي وبيديله قبضة توقع له ضرسه. بيقرر موتيبا يستخدم اسلوب الملاكمة يهاجم بيه سيكي بسرعة وبيكسر له جزء من ركبته. بيضربه تاني فيها وبيحاول للمرة التانية يفقع له عينه وبينزف سيكي جامد، لكن بيكون تفادى فقع العين بعد ما غفل موتيبا وخلاه يفتكر انه نجح في خطته من موتيبا. بيحاول مرة واتنين لكن بلا هدف. وفي المصارعة بيقدروا يتفادوا فقع العيون بطريقتين، الاولى وهي انه يبعد المسافة ودي خطرة نادرا ما بتستخدم، والتانية هي تغيير اتجاه الايد بدل ما بتيجي في عينه تيجي فوقيها او تحتها كأن المصارع غلط في تقدير المسافة. بيتفادى سيكي الضربات وبيقوم مديله واحدة في ودانه التانية تخليه بدل ما هو اعمى يكون اطرش كمان، وبينزل ضرب ودشملة فيه من كل النواحي. وفجأة بيتغير موتيبا وبيضحك بعد ما مثل عليه وبيديله ضربة في قلبه توقعه وتقضي على سيكي اللي بيصدم الكل، وبيقوم من جديد بإرهاق. بيقرب من موتيبا وهو بيفتكر ماضيه اما كان بلطجي متمرد، بس قابل مدربه اللي غير حياته للأحسن وخلاه مصارع محترف لحد ما مات. فما راحش سيكي لجنازته بناء على طلب مدربه انه ما يوقفش ولا يوم تدريب حتى لو اغلى الغاليين عليه عنده مات. بيندفع موتيبا تجاه سيكي اللي بينفخ الدم في وشه، فبيفقد حاسة الشم وبيمسكه يهبطه على الارض. بيقف سيكي فقد للوعي، فبيجري موتيبا يضربه ضربة قاضية تطرحه ارضا، وبيعد لحد 3 وبتنتهي المعركة بفوز موتيبا. بيحضروا للمعركة التالية وهي معركة سو باينج اللي هدفه يفوز ضد راي علشان ينقذ قريته دون من التدمير. بنرجع لماضي راي اما كان زيه زي اي قاتل مأجور، القتل بالنسبة له زي الاكل والشرب، ما بيحسش بحاجة تجاه البشر لحد ما قابل رينو وده طعم الحب بجد. فبيقرر انه يخترع اسلوب قتال جديد لروح البرق عشان خاطر يبقى معاه على طول ويفوز في كينجن. اما سو باينج بيكون اخوه الكبير بعد ما خاض معارك وقتالات كتيرة خسر في اخر معركة له ومات. ساعتها قرر سو باينج يخطو خطاه لانقاذ قريته. بيبدأ القتال وبيندفع راي بسرعة يضربه، لكن بيهجم عليه سو بس بيتفاداها راي في ثانية، وبيتحرك حواليه بتقنية الخطوات الوهمية اللي اخترعها بسرعات متفاوتة لتشتيت العدو ومهاجمته بسرعة في نقطة عمياء زي ما هاجم سو في ظهره، بس مرضيش يتفاداها وفضل يتحمل هجمات راي عليه لحد ما بيحس بالارهاق، بس بيتفادى هجوم راي مرة ورا التانية كأنه بقى عارف تحركاته. ومع اندفاع راي ناحيته بيجهز سو ضربة الرأس ينزل بيها عليه، لكن بيتفاداه راي بسرعة وبيقف بتركيز قبل ما يهجم على سو وبيلكمه لكمتين في وشه. بيرد له سو لكمة لكن بيصدها راي بدراعه وبيتفادى ركلته. بيضربه راي ضربات متتالية في مناطق مهمة في وشه بتوجعه، لكنه بيضربه برجله بيكسر له جزء من عظم دراعه. بيتبادلوا اللكمات وصدها لحد ما بيمسكوا سو من دراعه علشان ينفذ تقنيته ويضربه براسه، لكن بيكون راي اسرع وبيضربه براسه في دقنه يخليه ينزف، وبينزل دشمله فيه بقبضاته بحيث يخليه مش عارف يوازن نفسه. في المقابل بيجرحوا سو جرح بسيط في وشه وبيقفشه على الارض. بيخلع راي منه وبيهجم
بيمسوا عليه ضربات متتالية في رجله لحد ما بينهي المعركة بضربة قاضية في دقنه بتفقده وعيه. بيفوق سو بعدها حاسس بالإحباط والحزن من الخسارة وفقد الأمل في إنقاذ قريته بعد فشله في الفوز. بيجي دور المباراة السادسة ما بين كيريو وكوروكي اللي بيقول له انت بتستخدم اسلوب ظل الثعلب اللي كان بيستخدمه صديق قديم ليا وهو تيرا اللي سمحت واحد من تلاميذه خانه وقتله وانا جاي انتقم له. بيستخدم كيريو ظل الثعلب تقنية الرفيف وبيتحرك بسرعة وهو بيحاول يهاجم كوروكي في نقطة العمياء لكنه بيصدها كلها بسهولة كأنه عارف تحركاته. وبيفتكر كلام تيرا له عن انه بيطور من اسلوب ظل الثعلب وعنده تلميذ موهوب اتعلم منه كتير، بس شايف ان الرفيف مش هتنجح ضد كوروكي لكن كف راكاشاسا صعب يصدها. وفعلا بيهاجموا كيريو بالكف وبيجرحوا في ايده. طول ما كوروكي بيصد هجمات كيريو ما بيخرجش من الدايره اللي فيها لحد ما بيمسك قبضته وبيزحلق رجله فبينزل كيريو لتحت خالص. ساعتها بيتشقلب كوروكي بعد ما بيحس بالخطر. بيقوم كيريو يهاجمه بعد ما غير اسلوب قتاله لاسلوب النيكو وبيفتكر ماضيه وقت ما انقذه أهمة من الموت وقت ما ابوه كان مريض ومحتاج تبديل اعضاء، فعرض فلوس كتير على واحده علشان تخلف ابنه له ومجرد ما بتولد كيريو بيقتلها علشان ما تسربش اي حاجه وبيكون ابنه مجرد مخزن بديل لاعضائه. لكن جه أهمة وانقذه قبل ما يشرحوه مع ان أهمة وقتها ما حسش بوجود كيريو وكل اللي كان بيفكر فيه هو الانتقام من العصابه اللي تعدت على منطقته. ساعتها قرر كيريو يدور على أهمة باقي حياته فوصل لمكان ابوه اخد فلوسه وثروته ورجالته بعد ما قتله وحاول يدور على مكان أهمة لحد ما لقاه لكنه اتصدم اما شاف عكس ما توقعه كان مختلف عن مخيلته. فاتهم مدربه نيكو بانه افسد أهمة وقرر يختفي ويتدرب تحت ايد تيرا علشان ينتقم وياخد أهمة له. بيستخدم كيريو تقنية وميض النار اللي استخدمها أهمة. بيضرب كوروكي اللي بينزف بس الجرح بيكون سطحي. بيهاجموا كوروكي لكن بيشيلوا كيريو يرميه بعيد وبيضربه برجله. بيحاول كيريو يستخدم كف راكاشاسا برجله بس بيتفاداها كوروكي. بيشوط شوية حجر برجله فبيصد كوروكي لكن بيتضرر من محاولات هجوم كيريو عليه بالرفيف مع كف راكاشاسا مع اسلوب نيكو. بيهلوس كيريو قدام كاروكي اللي شايفه كاتوكيتا نيكو فبيقرر كوروكي ينهي معاناته وياخد المباراة جد. بيتحرك كيريو بسرعة باستخدام كف راكاشاسا وبيهاجم لكن بيوقفوا كوروكي عن حده وبتخترق صوابعه ايد كيريو بس بيكسرها له وبيرمي دمه عليه يشتته بيه وهو بيهاجم رجله فبتتكسر الارض من تحته وبيختل توازن كوروكي بس بيضربه في صدره والضفيرة الشمسية. بيدمج كيريو اسلوبين القتال مع بعض وبيتحرك من حوالين كوروكي وهو بيهاجمه لحد ما بيصيب كتفه. بيرفع ايده يهجم الهجمة التانية لكن بيطعنه كوروكي في جنبه. بيحاول يهاجمه كيريو لكن بيتصد هجومه وبيبعده وهو بيسدد له ركلة فبيقع كيريو وبيطعنه كوروكي طعنة اخيرة وبيفوز عليه. بيتكلم نوجي مع هاتسومي على ان أهمة مش مضمون ولسه فاقد وعيه في العناية المركزة فدوره ان يفوز بالمباراة الجاية بالرغم من كون خصمه مجهول. بيخرج هاتسومي للحلبة وبيتصدم الكل ان خصمه هو يوهي اللي كانوا فاكرينه مات. بيتصدم الدكتور هانافوسا بالاكتر لانه قتل يوهي بنفسه بفيروس قوي ما حدش يقدر يعالجه الا حد واحد في دماغه هو فرومي. بتبدأ المعركة وبيندفع هاتسومي ناحية يوهي لكن بتراجع. بيكرر نفس الحركة كذا مرة لحد ما بيهاجم يوهي ساعتها يسبقه هاتسومي وبيفقع عينه الشمال لكن بتنزف مش بتتضرر جامد. بيهاجموا يوهي مرات ورا بعض بدراعاته فبتتكسر ارض الحلبة لكن بيتفاداها هاتسومي لان عنده خلفية معلومات عنه. بيكتشف انه خلع كتفه علشان يعرف يهاجمه. بعد محاولات بتنجح اول ضربة من يوهي لهاتسومي اللي بيغير مسار الضربة قبل ما تصيبه بجروح شديدة. بيكملوا المعركة وبيوصل هاتسومي لدراع من دراعات يوهي بيحاول يكسرها بس اول ما بيمسكوا يوهي من لبسه بيخلعه ويهرب. بيهاجموا يوهي لكن بيهرب منه هاتسومي وبعدها بيندفع تجاهه فبيلكموا يوهي في جسمه لكن هو اللي بيتضرر بداله ودراعه بيتلوي وبيتكسر. بيمسكوا هاتسومي منه وبيثبته في الارض بعد ما قضى على فرط حركة مفصله وبيكمل كسر في عظم دراعه. بيلف يوهي وبيحاول يضربه بوكس لكن بيوقفه هاتسومي وبينزل تلطيش على وشه وبيرفعه ويهبده على راسه بتقنية رمية الألف اجتماع من اسلوبه. بيفوز هاتسومي وبيتصدم ان يوهي لسه عايش بعد ما حمى راسه بفقرات رقبته. بيسأله هاتسومي ليه ما استخدمتش حركات المفاصل في اول جولة علشان تفوز. بيرد علشان ضغطها كبير على عضلاتي بس اما عرفت انك ضدي حسيت بالتحفيز واني عايز افوز عليك. اما أهمة بيفضل فاقد للوعي فبيقرر كازو انه ينسحب من البطولة. بتبدأ اخر مباراة في الجولة الثانية وهي مباراة نام متسودو كانوه ضد جولان اللي بياخد وضعية الاستعداد للقتال فبيقلدوا كانوه بالظبط. بتبقى معركة ملاكمة بين
جولان افضل ملاكم في العالم وكانوه اللي بيكون بنفس مستواه، وبيتفادوا لكمات بعض وبيصدوها. بيحاول جولان يصيبه لكن بيصدوا كانوه بكوعه وبيهجم عليه، بس بيتفاداه جولان وبيديله بوكس في وشه ويخليه ينزف وبوكس تاني في جنبه. بيضربوا ضربتين تانيين بيأثروا على اعضائه الداخليه. بيكمل ضرب شديد ودشمله بلا رحمه في كانوه اللي بيفقد وعيه في نص المباراه من قوه الضرب، بس ما بيكونش مستمتع. بيغير وضعيته للقتال وبيندفع يضرب جولان اللي بيصدها مهما نزل بهجماته وقبضاته عليه، بيتفاداها وبيصدها جولان. وفي المقابل بيسدد له قبضه في جنبه وقبضه في راسه. حاول كانو يسدد له ركله لكن جولان اتنقل لجنبه التاني وهجم عليه بقبضاته، فقرر كانو يضربه تحت كتفه لكن قرأ تحركاته ففشلت ضربته. بينزل جولان عليه باللكمات بس بيصدها كانو اللي بيحاول يهجم عليه لكن بيفشل، وبيمسكه جولان من رقبته بينزل فيه ضرب من كل النواحي. وبالرغم من كده بيكون كانو مبسوط، وفجأة بيرزع جولان على الأرض بدراعه بتقنية شبيهة بحركات السيستامة اللي بدون نمط معين، لكن بتكون تقنية معدلة من كانو اللي اخترعها خصيصا قدام جولان في الوقت القصير ده. بيندفعوا تجاه بعض وبيضربوا جولان بوكس في بطنه، مع انه خبط في كانو الا انه تفاداه ورزع جولان على الارض. اللي بيتفادى ضربته وبيقوم بسرعة يهجم عليه، بيتفاداها كانو وبيديله ضربة في كتفه وبيصد قبضته وبيثبت دراعه وبيضربه عند عينه وبيوقعه من رجله. في المقابل بيخل جولان بقواعد الملاكمة وبيديه ضربة براسه. بيقول له كانو مش ناوي تتخلى عن اسلوب الملاكمة وتهاجمني باسلوب مواي تاي؟ بيرد ما تخافش هتشوف حاجة اجمد منه، وبرجله بيهجم على كتفه اللي بيصدها كانو بصعوبة. بيضربه في جنبه وشه بركبته وبينزل ضرب فيه بعد ما تخلى عن اسلوب الملاكمة. بيكمل جولان هجماته على كانو اللي بيحاول يصدها على قد ما يقدر. بيتفادى لكمته لكن بيضربه جولان بقبضته فبتيجي فيه بزاوية. بيدوس كانو على رجله وبيهاجمه فبيصد جولان. بيكملوا تبادل قبضات لحد ما بيجرحوا جولان في شريان رقبته بعد ما استهدفه. بيصد كانو هجماته المتتالية وما بيتبقاش قدامه الا ان يحمي نفسه لحد ما يقع. بيخبطوا جولان في دراعه فبينزل له بعد ما شد عضلاته لتقليل الضرر، وكانت الفرصة السانحة للاتنين الهجوم، لكن هجوم كانو كان اسرع. بيرد جولان اللكمة لوش كانو في نفس اللحظة. اثرت لكمة كانو على توازنه وفكه الايسر. بيضربوا كانو لكمة تانية في الفك الايمن، لكن بيكون ادى جولان له لكمة في نفس الوقت. وفي وسط ما بيسدد له جولان لكمة كمان بينزل كانو يثبته وبيهبده على الارض. مجرد ما بيقوم جولان بياخد ركلة في دقنه من كانو تنهي المعركة، وبيفوز كانو عليه بعد اعترافه بانه اقوى خصم يواجهه من سنين. بعد المعركة بيفكر كانو في انه كان خايف من جولان اللي ما لاحظش ان قبضته اتكسر عظمها وهو بيصده وفضل مكمل هجوم عليه. اما جولان ما بيكونش ندمان على الخسارة حتى لو خسر ايده اللي مش هيعرف يلاكم بيها للابد. من ناحية تانية بيجمع الرئيس هايامي رؤساء الشركة وبيعلن عن انقلاب ضد ميتسودو وانه هيأسس بطولة كينج جديدة. بيطلع مقاتل سلاحه علشان يعاركه لكن بيتخلص منه هاسارد في ثواني بعد وصوله. بيخيرهم هايامي ما بين يقبلوا بكينج الجديدة او يموتوا متعفنين وسط قنبلة هتنفجر. من ناحية تانية بيكون اوهما فاقد للوعي وسط احلامه الماضية وهو بيعارك تاجر المخدرات اقوى واحد في المنطقة. بيهجم اوهما لكن بيمسكوا التاجر من وسطه وبيهبطوا على الارض وبينزل لكمات فيه، لكن بيصدوا اوهما وبيبعدوا. بيرمي عليه ازاز مكسر وبيتفاداها وبيكملوا المعركة. بيوجه له اوهما قبضة في دراعه بتعوره، لكن بيتفادى قبضته التانية وهو بيضربه ركلتين في رجله. بيطير اوهما الازاز في وشه وبينزل كأنه هيهاجمه من تحت، لكن بيفاجئوا بلكمتين في وشه توقعوا على الارض. بيجي نيكو يديله ملاحظات على الغلطات اللي عملها وبيقول له حان الوقت تعرف اسرار اسلوب النيكو. وبياخده على غابة مهجورة حتى من الحيوانات والطيور وبيحط له اوزان على معصم ايده ورجليه وبيقول له هنفضل نتدرب بيهم لحد ما تعرف تضربني ضربة واحدة على الاقل. وبينزل ضربه ودشمله فيه بكل جدية، ما بيسيبش اوهما يتنفس لحد ما بيحل الليل عليهم. ما بيلحقش يرتاح اوهما ويقوم لحد ما بيجي نيكو يكمل عليه وهو بيقول له الاستراحة خلصت وزي ما قلت لك صاحبي مات هنا، عايز تموت زيه ولا ايه؟ بعد ما بيخلص اول يوم بتكون حركات اوهما في تاني يوم بطيئة. مع الوقت بدأ يتأقلم في الغابة وياكل ورق شجر وحشرات واي حاجة حية بتعدي قدامه. وفي اليوم الثالث بيبتدي جسمه يشد حيله شوية بس لسه ما بيعرفش يوجه ضربة لنيكو. بنرجع للحاضر وقت الانقلاب. بتكون عيلة كوري توقعت خطة هايامي من الاول وبينقلبوا كلهم ضدهم بعد ما رفضوا الخيارين. بيستهدف رجالة هايامي مقاتلين الشركات التانية وبتبدأ المعارك بينهم. بيعارك ادم اللي بيهجموا عليه علشان يخلي ايماي يهرب مع كانيدا، لكن بيوقفهم حارس من حراس هايامي بسيف ليوداو. فبيقرر ايماي يقوم يواجه. بيتفادى ايماي السيف وهو بيخاطر
بيخطط لحاجة في دماغه. من ناحية تانية بيدمر واحد من عيلة كوري حارس هيامي وبيدشمله بعد ما قطع صباعه وطرشمه حرفيا. اما عند كازو بيحذروا الحارس انه ياخد أهمة ويهرب علشان بيدوروا وقلبين الدنيا عليه. بيفوق أهمة بعد وقت طويل بيصد سيف الحارس اللي بيبعد عنه اول ما بيقرب أهمة علشان يهجم. بيقول له الحارس انت مناسب تكون وعاء النمر وانا لازم اتبع الاوامر، وبيبتدي يطلق قواه الشبيهة بأهمة. اللي بيسأله جماعة ذا باجز هم اللي بعتوك. بنرجع لماضي أهمة وقت عراكه مع نيكو بعد ما فكر في استراتيجية ووجه له ضربة أخيرا واللي كانت في البداية لمعرفة التقنية السرية لأسلوب النيكو. بيقلع أهمة أوزانه وبالرغم من كسور عظامه إلا إنه واقف شامخ. بيقول له نيكو هتلاقي اللي انت عايزه بعد ما تتخطى الموت، استحوذه بنفسك واستحوذ الحياة نفسها. وبالرغم من إن جسم أهمة تخطى حدوده في الإنهاك والتعب والإرهاق إلا إنه شبه تأقلم وتكيف وبقى حاسس بالأرض بحواسه الخمسة، وبيحس بخطوة نيكو الأخيرة وهي محطم الحديد. بيستخدم أهمة نفس التقنية على الحارس وبيدشمله. من ناحية تانية بيحاول هيامي يفجر المكان لكن مفيش حاجة بتنفجر. بيقول له هاسارد ريح بالك مفيش حاجة بتنفجر. بيقول له متسودي مش أنا اللي وظفته ده نوجي لأن خطتك اتفقست. بيوقف باقي الحراس هجومهم بعد فشل هيامي وبيتخلصوا منه وبترجع الأوضاع هادية من جديد. وإن جماعة ذا باجز استغلت الشغب علشان يخطفوا أهمة اللي بيصارحوا كازو بأنه قرر ينسحب من البطولة، فبيمشي من غير ما يرد عليه. وفجأة بيبتدي ينزف جامد فبيشجع نفسه انه يحاول يستحمل لحد 3 جولات تانيين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الانمي. استنونا الفيديو الجاي واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.